بلاك مم. ماركت في زراعة الشعر. مم. يعني ايه اصلا؟ يعني ان اللي يعمل العملية from A to Z مش دكتور، مش بس واوقات ممكن ما يبقاش حتى هو ممرض، المكان كله اصلا مش ما مرخص. فيش فيه ولا تراخيص علاج حر ولا مم. ترخيص من وزارة الصحة، ما فيش دكتور اصلا موجود، ولو في دكتور هو مش فاهم اصلا ايه وممكن يعني واحد ينتحل صفة الطبيب حتى ويكشف عليك، وساعة العملية يفاجئ ان مفيش دكتور وحد تاني. لا ده انا عايز اضحكك، ده في ناس منهم بتسمي الكشف اللي هو الطبي، اللي انا بقول لك انا عندي تولز وادوات بكشف بيها وبقيم بيها، وشرحنا الكشف عامل ازاي والهاصل بتاعه عامل ازاي، بقول لك المعاينه، هتيجي تعمل معاينه. معاينة. معاينه. في الأسوأ طبعا. معاينه دي اللي هو يعني يبص على راسه كده يقول له انت حلو ادخل. وفي الأسوأ طبعا عين يجي على العملية أصلا هو عمره ما شافه قبل كده، اه ولا ذاكره ولا عمل له بلان مخصوصة ولا أي حاجة، هو جه اتقابله الصبح على سرير العملية. بلاك ماركت إن أنت اللي يقوم بالعملية اللي هي الجراحية الطبية دي كلها شخص مش طبيب أصلا، دكتور. مش مؤهل. والمكان كله ما فيش فيه اي دكتور، ما فيش فيه اي. طب ليه هم شايفين ان زراعه الشعر دي صنعه، فانت بتعرف تعمل كذا بقى يبقى هتعمل؟ لا طبعا. جالنا بيشنت وكان زرع في تركيا، تركيا فيها بلاك ماركت كبير. هم أكيد هم أصلا اصل البلاك ماركت في تركيا، هم أكيد. اللي نقلوا الكونسبت ده للعالم كله. آه. فكره تكنيشن وما يكونش دكتور وكده هي بدات في تركيا. هم اللي راحوا المهم هو جاله اتش اي في، جاله ايدز من العمليه هنا. يسعدني يكون معايا النهارده دكتورين من ابرز المتخصصين في زراعة الشعر. معايا النهارده دكتور احمد برعي ودكتور احمد فوزي، منوريني ومشرفيني. نورك يا باشا. تسلم. حابب اتكلم معاكم في قصة زراعة الشعر. القصة دي بالنسبة لي يعني قصة غريبة شوية، مم. فهندردش وهنتكلم فيها. بس انا عايز اقول لكم على حاجة برضو. مم. انا شفت لكم فيديوهات، اوكي. بالذات انت يا فوزي، بصراحة يعني في ايه مصطلحات كتير بتقولها اه مش مفهومة. هنوضح فانا كل حاجه. عايزك آه. تعتبر ان انا حد، هو انا فعلا كده، يعني انا مش فاهم حاجة. آه. يعني انا مش فاهم قصة الزراعة دي عاملة ازاي، ما تخشيش بالمصطلحات طبية لا يعني. هنبسط الكلام خالص، خلينا ما في البسيط تقلقش. منه يعني. هنبسط الكلام ماشي. خالص. طيب هسألك سؤال امم فوزي. تساقط الشعر كبداية كده امم بيجي منين؟ بص يا جو، هو موضوع سقوط الشعر ده هو مصطلح عام، ليه اسباب كتير جدا، كتير 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 يعني، عشان نحصرها لا الموضوع هيطول قوي، بس احنا هنختصرها في ان ممكن مثلا يكون انت عندك جنرال كونديشن، عندك مرض معين بسبب نقص فيتامينات معينه في الجسم، او امراض في الغدد في الجسم، قد تكون الغدد الدرقيه اشهر حاجه طبعا بنتكلم فيها عند اكتر من 70 80% من الرجاله او من الذكور، مم. هي الصلع الوراثة. الوراثي. اوكي. فاهم قصدي؟ ممكن بقى حد عمل دايت بشكل عنيف شويه، شعره وقع، حاجه اسمها سينايل الوبيشيا، او اللي هو سقوط الشعر مع التقدم في السن او مع الكبر في السن. فاسباب سقوط الشعر ده لا متعدده جدا. يعني فأس... الصلع التقدم مع التقدم في العمر طبعا. تقدم مع اه العمر ممكن يكون ده ما مش عندكش. وراثي؟ يعني ده حاجة ودي حاجة لا ولا دي ايه حاجه يعني؟ اسمها سينايل الوبيشيا، انك مع الكبر في السن في اه. حاجات في الجسم مم. بتتغير اوكي. في الميكانيكيه والديناميكيه، ايجينج. بس بالظبط مع الكبر في السن طبيعي، زي ما كل الاجهزه في الجسم الكفاءه بتاعتها بتقل، الشعر بيقع. طب الفيتامينات يعني برضو هل نقص ليها دخل في الفيتامينات. نقص القصة دي؟ الفيتامينز ده اول سبب احنا يعتبر عديناه. اه بس انا اوكي ممكن اوكي. اضيف نقطة برضو، اتفضل. انت سؤالك كان بيقع ازاي. بالظبط. الشعراية ليها عمر، ليها سايكل. بالظبط. ماشي. تمام، يعني قبل بقى كل الاسباب التساقط اللي الدكتور احمد فوزي دورة قالها. حياة يعني. دورة حياة. دورة حياة اوكي. بالظبط. بالظبط. هو قال الاسباب المرضيه، في اصلا تساقط طبيعي، يعني انت مثلا من اللي انا مم. شايفك انت ما شاء الله ما عندكش مثلا صلع وراثي، ما عندكش امراض بتوقع الشعر. اوكي. بس انت اكيد لما بتيجي تسرح او تاخد شاور بتلاقي مم. كام في شعر بيقع شعرايه. اه. بالظبط. ده بقى اوكي. اللي هو التساقط الطبيعي. التساقط الطبيعي ان الشعر ليه سايكل، عباره عن فيز او مرحله اسمها مرحله النمو، بتاخد مثلا في عمر الشعرايه بالسنين، مهم. وبعدين بتخش في مرحله تانية اسمها التيلوجين فيز اللي هي مرحلة اوكي. التساقط، وبتاخد كده شهر 2 3، وبعدين ترجع تاني. هي سايكل من 3 مراحل، بس عشان ابسط يعني دي سايكل. اوكي. مم. والإنسان الطبيعي أكتر من 80% من شعره في النمو، و20% دايما من شعره أو 10% في اللي هم التجددي، ده اللي الإنسان بيشوفه تساقط طبيعي.
فتلاقي الانسان الطبيعي ممكن يقع منه لحد 100 شعرايه في اليوم. ده شكل طبيعي 100 جدا. شعرايه في اليوم لحد 100 شعرايه في ما بين اليوم 50 ل 100 يعني ده الماكسيمم، طبيعي؟ ده ده up طبيعي. to 100 ده اصلا طبيعي جدا. مم. اوكي. لما بقى الرقم بيزيد عن كده بيبدأ بقى ايه كل الاسباب اللي ذكرها دكتور فوزي مم. وفي اكتر شوية يعني، بس اللي بيحصل بقى ان الشعر بيخش على طول في طور التليجنف ده او طور اه الشيخوخة والتساقط. ولو المشكلة مؤقتة، نقص معادن، نقص فيتامينات، حاجات في الغدة بيرجع تاني. سهل لو انه طلع يرجع. وراثي مم. ممكن يكون يعني راح. لو جاي يعني من نقص فيتامينز امم ممكن القصه دي اه تتظبط طبعا. سهل جدا عادي؟ انه اه يرجع، طبعا. مجرد ما هتستعيد النقص اللي حصل عنده ده، الفيتامينز دي ترجع؟ بسبلمنتس وبمكملات، خلاص امم هترجع طبعا. اوكي. الحاجات الوحيدة اللي الشعر فيها ما بيرجعش هو لو في صلع وراثي مم. أو مرض مناعي زي الثعلبة وأمثال الأمراض المناعية دي، اوكي. وما تعالجتش لفترة طويلة، وطبعا بقى حرق جرح بتاع الكلام ده. مم. والصلع الوراثي برضه ممكن لو في بداياته، لو في شاب لسه 18 او 19 20 سنه، ممكن لحد 25 و26، ده ممكن مش هنقول بيتلحق، بس ممكن يعني ايه نحسن من المشكله شويه، بحيث نأجل ايه موضوع زراعه امم الشعر. يعني في اوكي. حالات كتيره جدا بنمشيها على بروتوكول ادويه معينه، إيه تحسن من الشعر والامور تستقر عنده، وتبطأ بحيث معدل بالظبط التساقط. اوكي. معدل التساقط من نتيجه الصلع الوراثي يبدأ يقل. طب هو الاجهاد ها، بيسبب تساقط شعر؟ اه الاستريس طبعا. والتوتر طبعا اه بيوقعوا الشعر طبعا. اه طبعا. طبعا. بص، قاعدة عامة كده. الاسترس اوكي، لكن اجهاد واحد دايما بيعمل طبعا مجهود طبعا. ومجهد يوقع طالما شعره؟ اه ما طبعا. بتاخدش الراحه الكفايه بتاعتك، كل وظائف الجسم بتقع. الاسترس اوكي. الجسماني والذهني بيوقعوا الشعر، والشعر عامة مراية للصحة العامة. بالظبط مراية يعني. بالظبط. بص هو اول والجلد. حاجه، بص مجرد ما يحصل هو لك، والجلد صح؟ والجلد مجرد ما طبعا. يحصل لك اي حاجه في جسمك، اي حاجه، اول حاجه بتحصل، اول حاجه بتاثر الشعر. انا كتير ناس بتجيلي العيادة ومن خلالي بنشخص سكر وبنشخص امراض اه تانية خالص، بنكتشف بنكتشف من اكبر الفحص. بكتير بقى من اللي هو جاي لي عشان شعره مم. بيقع. اوكي. ايوه. يعني هو مراية للصحة العامة. هي اول عضو بيتاثر هو الشعر، او والجلد بيبان علشان هو في بشكل خارجي. في الشكل امم. الخارجي بتاع الجسم. ممكن نلاقي ديدان في المعدة، يعني بنلاقي مم. بلاوي وهو الأصل جاي عشان شعره بيقع مشاكل غده درقيه كتير بنكتشفها نتيجه مثلا. سقوط الشعر. برضو. اوكي. امم بس طبعا حاجتين، فيتامين دي ومخزون الحديد في الدم، دول الباشا essential. اوكي. ما بقاش اصلا العيان عارف، مجرد ما بنطلب التحاليل بنكتشف ان عنده المشكله دي. امم. ده كلاسيك قوي بقى ان انت امم تلاقي بتلاقي انيميا، الموضوع ده كتير يعني؟ اه فيتامينز طبعا. ناقص، شوية معادن. ده كلاسيك جدا. بس بنحكي ان في كمان امراض اكبر امم. بنكتشفها امم من طريق الشعر ده. اوكي. امم طب انا سمعت ان الصلع 7 درجات. معلش يا جماعه، ايه، انا عارف لا ان لا انتوا براحتك. دكاتره لا لا، وفاهمين معاك والمعلومات دي، اللي معاك، هو لا انت ازاي مش عارف احنا انا دورنا حاجات. لا لا نوضح، لا لا انا لا موضوع طبعا زي لا. ده اللي هو 7 درجات ايه امم ده؟ فسمعت ان هم 7 درجات، اللي هي اول درجه اللي هو الحته دي تبقى خفيفه ايوه شويه، مظبوط التانيه تنزل يعني تطلع ايوه لفوق شويه مظبوط. لحد 7 دي اللي هي جنبين، ده اللي انا صح كده؟ بالظبط. او ف... في 7 متقدمه، 7 بلس طب بتبقى معلش متقدمه. انا عايزك بس تقولهم لي بقى، يعني قولهم لي كده السبعه طيب عاملين خليني ازاي؟ الأول أشرح لك إن اوكي. ده واحد عامل كلاسيفيكيشن اسمه نورwood هامilton، وده الباترن اليوجوال الطبيعي اللي هو أغلب الناس. اوكي. هو من الدرجة الأولى اللي هو أبسطهم، اللي هو بس سبعتين كده، امم اوكي. مرورا بقى بالتانية سبعتين أكبر شوية، ويبدأ تاج الراس، المنطقة دي بنسميها تاج الراس أو بالإنجليزي كراون أو فيرتكس، امم. تبدأ تظهر شوية. وهكذا بقى ادفانس التالتة مور ريسيشن او تراجع اكتر من الهير لاين مع الكراون يكبر اكتر. اوكي. الرابعة يعني هكذا لحد ما بنوصل للسبعة ان بيبقى الهامبس امم السنامين دول وقعوا كمان. والصلع برضو واخد يو كده، حرف يو نازل تحت خالص في بدأ الجودة ينزل دي. في الراس كمان من ورا، يدخل في المنطقة اللي بنسميها الدونر اريا، او المنحة اللي م- بنستعملها في زراعة راحت الشعر. خالص بقى م- الحته دي م- م. كده؟ امم اوكي. السكيل ده بينطبق على ناس كتير، بس ستيل في ناس بتبقى بره السكيل ده. بمعنى ممكن حد يبقى الهير لاين انتكت وتلاقي وراه الصلع. يعني السكيل ده مش دايما يعتمد عليه في وصف او يعتمد عليه بنسبة 80% بالظبط، من 80 ل 90%. 90% بس في طبعا مم. ناس بره الباترن الطبيعي بتاع اصلا نورwood كمان هامilton. يعني؟ في حالات اسمها ديفيوز الوبيشيا، هو دي حاجة تانية. الصلع هو منتشر، وانت عندك يعني مثلا بحد زيك كده عنده شعر، بس شعره كله خفيف من جوه،
الصلع منتشر في وسط الشعر. يعني ما حاجه اسمها حصلش تراجع فهمتك. بس اختصارها من دوبا، جوه. اللي هو ديفيوز اند باترن الوبيشيا. امم ده بيبقى يعني ده وراثي طبعا ايوه وراثي. ده ولا وراثي. مثلا ممكن ده يكون وراثي، نقص ومن اهم فيتامين؟ الحاجات اصلا واحنا بنكشف على البيشنت في الكشف ان احنا بناخد منه هيستوري، نساله الباترن عندك في العيله شكله ايه، الصلع عندك في العيله في الطرفين مش سواء عارف، اصل في ناس عيله بتقول الاب. في ناس بتقول ان الصلع الوراثي ده ها كذبة. امم يعني في ناس صلع تقول الطيبات. ان لا، هو ما فيش حاجة اسمها ورثه. لا، اه ده بيبقى فيه اكل مثلا مش بقول لك مش صلع الطيبات. صلع طيبات. ليه مفيش حاجه بس؟ اسمها مش كده. هنتكلم عن الطيبات مفيش حاجه النهارده. اسمها كده، اوكي لا. مفيش، سامعك. بيبقى وراثي. اه لا انا بس عايز احب اسمع اللي انت بتقوله للاخر. لا، كذا حد يعني بيقولوا انا ايه؟ ان هو بيبقى فيه مشكلة امم امم مش وراثي. يعني امم انت حتى لو هو كان عند ابوه مثلا او ايوه. او عمه، هو ممكن ماشي يكون كان عنده نفس المشكلة. هسألك سؤال. اه، اشمعنى مثلا الحتة دي اللي راحت؟ مثلا. يعني ليه ما مش دي؟ يعني قصدك ان هو يعني ليه مثلا ما راحش جنب يمين او جنب باباه شمال؟ نفس امم الشكل، قصدك صح نفس كده؟ ممكن الباترن. مبقاش نفس ماشي. الشكل قوي او بس قريب في يعني. باترن معين. اه، يعني مفيش حد عنده صلع وراثي وتلاقي الصلع مشي كده. فاهم اوكي، حاجة؟ ما خدش او جنب مش يمين وعند التاني شمال هو مثلا ليه او كده. باترن معين. اوكي. يعني الحتة دي اللي ما اتغذتش والاكل كان بيأذيها ودي ما بتتأثرش. اه، غير ان كمان فاهمني؟ يعني لا. يعني لا الصلع الوراثي ده موجود مش حقيقي. بس كده، هو مش بس شفوي بيتقال كده، مش في اه، فحص، في فحص كلينيكال في العياده، بتشوف ساينز، بتشوف علامات يعني المرض ده ليه علامات معينه مذكوره في الكتب احنا بنبقى عارفينها. اوكي. بنفحص باجهزه دقيقه كده، زي يعني احنا عندنا الحمد لله اكتر من جهاز متطور لفحص امم جلد الراس او فرو الراس والشعر. بنقدر نشوف العلامات او الساينز دي، احنا كدكاتره بنبقى عارفينها. بشوف امم علامه واحد اتنين تلاته، العلامه كذا كذا كذا، ده خلاص ده صلع وراثي، تبصم ان ده صلع وراثي بالظبط. اوكي. هو ميكس ما بين العلامات الواضحة مع العلامات اللي بالأجهزة مع مع التاريخ الهيستوري المرضي بالظبط. مع العلاج. انت ممكن تأكد تشخيصك بالعلاج. يعني في مم. علاجات سبيشال للصلع الوراثي غير بقى الفيتامينات والكلام ده كله. مم. ولما تلاقي ان هو بيستجيب بشكل ايجابي جدا لعلاج الصلع الوراثي ده بيأكد مليار المية ان هو صلع وراثي. وانت كمان ما خدتش خطوه العلاج دي الا بعد هيستوري وبعد فحص كلينيكال. في الحالة دي بقى خلاص لازم يزرع، صح؟ لا حسب بالظبط. حسب حسب. حسب. يعني ممكن يكون عنده صلع وراثي امم اه وتبتدوا معاه مثلا بفيتامينز او اساليب انتوا مش بتستعملوها يعني. ايوه ايوه زي يعني ايه حسب. بقى؟ يعني تعمل ايه؟ نبدا مش زي ايه الاول، نبدا الاول نقول امتى نعمل ده، على حسب هو فين امم في اوكي، انهي الكلاسيفيكيشن. مرحلة قصدك؟ اه وسنه كام سنه، اوكي. وهل متوقع ان الصلع يكمل ولا واقف على كده. امم فاهم؟ امم عادة من بعد سن ال21 ممكن ناخد القرار، ولكن يكون مشروط او مربوط باستقرار الصلع، ان الصلع ما بقاش يزيد عن كده، ان خلاص هو ثابت على الوضع ده. اوكي. فاهم قصدي؟ انا هوضح برضو. يوضح. يعني هو في واحد لسه بادئ يصلع امم اوكي. وجه كشف بادئ يصلع، وفي واحد خلص اصلاع خالص وجه العيادة. اوكي. طب واحد لسه بادئ اصلاع، اللي بادئ اصلاع يعني لسه هيفقد شعر شعر كتير كتير. قوي. لا تمام. الأولوية طبعا هو مثلا سي لو هو فقد 10% من اللي هيفقده لسه 90% هيفقدهم. لا الأولوية طبعا إن إحنا نأجل قرار الزراعة، عشان الزراعة بتيجي نزرع مكان اللي راح مش اللي هيروح. تمام. فلا مش هنزرع 10% ولسه 90 هيروحوا في المية من شعره. لا احنا نعالج ال 90% ونمسك فيهم كويس قوي، والعلاج ممكن نزقهم ل 93 95% تاني. اوكي. ماشي. ونطول على كده على أطول فترة ممكنة، شهور سنين. وبعدين يعني هو لما بيبقى معاك بقى بتقول سنين؟ الصلع الوراثي مرض مزمن. اوكي. هو مش محتاجني في الكلينيك إن أنا أعمل له حاجة في الكلينيك عشان يفضل محافظ على شعره. هو بس بيتابع معايا كل كوارتر، كل 6 شهور، كل 9 شهور. ده لو هو بيتعالج لأن هو لسه في أول صلعه. إنما لو هو جاي خلاص خلص الصلع، ما عادش في حاجة تتعالج، امم العضو مات، الأعضاء ماتت، يعني الجلد بقى فاضي. مهم. بيجي بقى قرار إن احنا إيه، نزرع شعر جديد مكان اللي راح. لانه هيجي وقت اصلا بعد ما يمشي على العلاج بتاعه ده فترة وحصل استجابة وتحسن، هيجي هو عامل زي الرسم البياني كده، زي التشارت كده. اوكي. هتطلع كده خلاص في تحسن في استجابة، يوصل لان هو ثابت بلاتو. كده، بعد كده يرجع ايه، هيقع تاني. مهما اخد علاج مهما عمل خلاص
مش هيحصل خلاص. استجابه. مش هيوصل عند عمر معين مم. بالفحص بنقدر نعرفه. اوكي. هنقدر نعرف هو خلاص ايوه. عند التوقيت ده العلاج خلاص وقف اه. علاج، احنا كده هناخد ايه قرار ان احنا لازم هنزرع شعر بس بس. حلو ان انتوا يعني مش بتاخدوا قرار الزراعة على طول، يعني انتوا بتشوفوا الاول ايوه طبعا. وتشتغلوا معاه، بعد كده الزراعة دي اللي هو هو اخر حاجة. الغرض كله هير ريستوريشن، احنا اه. عايزين نرجع الشعر امم. بأي طريقة. اوكي. هتعالج هتزرع، المهم ان احنا نعمل ريستوريشن، طب نرجع طب الشعر تاني. طب في سن مثالي مثلا لزراعة الشعر؟ يعني هو من احلى السنين اللي بحب ازرع فيها الشعر لما يكون عدى ال 35، لان بيك شدة المرض او الجين من 25 ل 35. اه. فبعد ال 35 بيكون هدي شوية. اه، في الفترة دي اكتر فترة الشعر بيقع فيها، يعني من من 25 ل 25 ل 35 ده 35. دي اكتر البيك. فترة ده يعني اغلب الناس كده. بالظبط. اوكي. ولكن خلينا نصنفها برضو بشكل تاني. اوكي. لو جينا مثلا شاب عنده 26 سنة او 27 سنة خلاص، والصلع اللي انا عنده ده صنفته ان هو درجة تالتة او رابعة على نورود هامilton كلاسيفيكيشن اللي اتكلمنا فيه دلوقتي، مم. خلاص انا لسه عارف ان ممكن الصلع عنده هيزيد يكمل لدرجة ستة او سبعة ويخلص على باقي الشعر اللي ورا. هو جاهز ان هو، وده هيعمل مبدئيا هيعمل من عمليتين لثلاثة. في حياته. فاهم قصدي؟ ده هيعمل من اتنين لثلاث جراحات زراعة شعر. عمليتين فهو لثلاثة. هو دلوقتي وهو قدامي جريد 3 اور 4 هو جاهز ان هو يعمل اول جراحة. مم. فاهم؟ اوكي. فدي ممكن نعملها له عادي. يعني احنا بنفضل بعد ال 35، بس لو هو اصغر من كده والصلع كبير اوكي. لازم نزرع له عشان نحسن نفسيته وحياته بالظبط، الموضوع ودنيته بيفرق شباب وشبابه وجوازه وشغله كله. بس يكون عارف ان هو هيحتاج عملية تانية لسه في المستقبل لما باقي الشعر ايه هيسقط. ولكن في الفترة دي بقى والله العظيم لا بجد، الموضوع مش انتوا القرار مش سهل. بتتكلموا في حاجة. انا بتخيل انت بتتكلم فيه، فانا اه دلوقتي مثلا هسألك على واحد سنه 28 سنة. اوكي. تمام. مم. المشكلة عنده حتة من شعره فاضية. اوكي. اوكي. انا هتكلم برضو على اللي انت بتتكلم فيه، اللي هو من 25 ل 35 شعر بيقعد 35. يقع. طب 28 سنة شعره لسه ممكن حتت منه تقع. اوكي. مم. فانا دلوقتي الراجل ده راح زرع شعر في الحيز الفاضية. ماشي. تمام. تمام. مم. فهو دلوقتي في حتة اتزرعت مم. وبقت كويسة. اوكي. ماشي، هو بعد سنة في حتة ابتدت تفضى. امم. طب ما هو الشكل كده برضو مش حلو. دي حقيقة. انتوا هنا ما بتعملوا ايه؟ هو ما ده اللي انا بقوله، احنا ليه بنقسم؟ هو لو عنده اماكن فاضيه واماكن يعني لو الشعر اللي هو الديفيوز الوبيشيا ده قرار زراعه الشعر مع المريض الديفيوز الوبيشيا ده مش سهل. اوكي. مش يعني سهل بالنسبة، يعني بالنسبة مش لايه؟ سهل انك تدي له قرار زراعه دلوقتي اه. خالص. اوكي. وليها باترن معين واسلوب معين في الزراعه، مش سهله بص، خالص. هو لو مريض اصلاع جزء ولسه جزء، في البراكتس بتاعي انا ودكتور فوزي ما مم. بنحبش، يعني لازم نكون مطمنين ان هو هيمشي على العلاج. امم. اوكي. عشان اللي انت بتحكي فيه ده انا بقول له حرفيا احنا مش هنقعد كل سنة نجري ورا كام شعرية وقعت ونزرع. بالظبط. فاهم؟ كل سنه يفضل نجري نزرعها يعني. اه. فبنهتم جدا ان هو يمشي العلاج. العلاج بيثبت الكيس، بيقلل ريت التساقط بنسبة كبيرة جدا، واحنا نزرع اللي وقع. عشان يا اما يستنى، يعني يا اما يستنى ما كله يقع ونعمل جود بلان، يا اما يكون او ابقى ماشيه على علاج من 3 ل 6 شهور الاول، تقعد بقى يعني لحد ما اطمن ان هو بقى مستقر وبقى روتين وبقى سهل وهابت، ونقوم بقى زارعين الجزء اللي محتاج يتزرع. اوكي. ده لمصلحته يعني. مهم. طبعا في ناس البراكتس بتاعها ما بيبقاش كده، بتبقى عايزة تشتغل لا انت وخلاص. ما فيش حاجه اسمها، انت لازم بتساعد البيشنت بتاعك، هو بالظبط. جاي لك عن بالظبط. ثقه، عن هيثق في كلمتك، فانت لازم توجهه للتوجه للأصلح الصح. ليه. يعني الجزء انك يعني دكتور بيشنت ريليشن شيب قايمه على الصداقه وعلى اكيد. على الصراحه والثقة. والثقه. مش هو مش بيزنس، امم. هو شغل وكل حاجه، بس دي امانه بينك وبين العيان بتاعك وبين ربنا. امم. يعني اوكي. طول ما انت يعني الدكتور لو حط المريض بتاعه ان هو باصص له ان هو بيزنس او ان هو مكسب، الدكتور هيخسر طبعا. والعيان هيخسر وكل حاجه خلاص مم. طبعا. هتبوظ يعني. مظبوط طبعا عارف يعني. ان في مظبوط. شباب 20 21 سنة وبيبقى أصلع تماما؟ شفت حد كده؟ كانش حد معاك في الدفعة بتاعتك كده اه، أو؟ في بس قليلين. اه. امم. صح. دول بنزرع لهم برضو عادي.
ده أصل خلاص بقى عندنا يعني. شباب كتير 21 و22 سنة عملوا عمليتين زراعة شعر. مم. خلاص احنا هو الباترن بتاعه استقر على كده يعني ومفيش ايه اكتر من عمليتين معاها؟ انا الحته دي برضو مش فاهمها. يعني انت العمليتين بتعملهم، يعني هي ما تنفعش واوقات تعمل في مره 3. واحده؟ لا ما ينفعش، ده بقى ده الموضوع ده كبير جدا يعني. هشرح لك. اه. هو زراعة الشعر بتقتصر على إن أنا بستخلص بصيلات أو جذور شعر من الأماكن اللي مش مصابة بالصلع الوراثي. المنطقه المنحه، المانحة، الدونر أيوه، اريا. المانحه. الدونر اريا. المنحة ماشي. المنحة دي عود بنفس اسمها المعطية. الملحة باللام. الملحة. الملحة. ف ماشي ماشي، المانحة. انتوا دكاتره برضو، احنا ناس غلابه. أنا أول مرة ماشي. سمعتها الملحة، قلت إيه موضوع الملحة دي وأنا كان في صغير. كذا فيجن بقى يقول لي المنطقة الملحة. ماشي. المنطقة انا المانحة. على فكره عايز اقول لك على حاجه، اتفضل. انا برضو ايه دخلت ذاكرت شويه قبل أيوه. القعده دي كويس. يعني. امم أنت جود انترفيو. معرفش ليه قصه المنطقه المانحه دي امم مش عارف افهمها. ده خلي بالك، ده موضوع لسه كمان يطول شرحه مش اكتر. عارف لان افهمها. هي بس الدونر اريا مش المنطقة الخلفية من الراس، دي أيوه حاجات المنطقة تانية. المانحة. فكرنا نتكلم عنها بعد ما ماشي نسكيب النقطة اللي احنا خلاص فيها اوكي دلوقتي يعني. ماشي اوكي. طب احنا كنا بنتكلم في نقطة ايه؟ لا انت كنت كنا بنتكلم بتتكلم، ليه عمليتين وليه كام. اه، كنت ما انا لا بتتكلم هقول في لك. اوقات قصه. كمان 3 مش هي 2 بس. زراعة بالظبط. شعر مانيوال، عملية مانيوال. تمام. انت اوكي. لو واحد اصلاعي من هنا مهم. لهنا، انت عشان ترجع له نفس الفول ثيكنس او فول هير، انت محتاج تزرع له اتليست 10,000 جرافت بالظبط. يعني طعمة. الطعمة دي يعني جذور، ممكن يبقى جذر 2 3. كل اوكي. الناس عندهم كل الانواع. مهم. هي عملية مانيوال، يعني انا باكستراكت او بطلع الجرافتس 1 باي 1. تمام. مانيوالي، واحد جدر جدر. فالكباستي مثلا ممكن انا اطلع في 3000 جرافت دول في 4 ساعات، 3 4 ساعات مثلا. اوكي. العمليه. ده لا، ده جزء اللي انا طلعتهم اه في العمليه في يعني. العملية. اه. انا طلعتهم في 3 4 ساعات مانيوالي 1 باي 1 اب تو 3 4000. اوكي. اوكي. وبعدين بفتح قنوات، بفتح سايتس عشان احط فيهم الجذور دي في الاماكن الفاضية. فبفتحها مثلا في ساعتين، ساعة ونص، ساعتين. تمام. اه. وبعدين لسه هندخل بقى ال 3 4000 كل اللي جرافت سحبته دول ده. في مم. الشانل، في السايتس دي، في 3 4 ساعات. فانت بتتكلم في لينثي اوبريشن وصلت ل 7 ساعات، 8 ساعات مم. عشان اول 3 4000. ده اللي بيخلي الاوبريشن ان انت عشان تملى ده كله، لا، سكند سيشن بعد 6 شهور بقى. ومش اوكي. بس كمان التايمنج ده عامل من العوامل، في عوامل تانية. دي عوامل، ده عامل. طبعا ده العوامل عامل. التانية، اجهاد الجسم المريض، ان الجرافتس ما تقعدش بره الجسم ساعات طويلة. فانت لو وصلت لارقام اكبر من كده انت هتطول جدا بقى، هنبات. مش بس كمان التروية الدموية، انت لما تزرع 1000 غير لما تزرع 10000، ده هتحتاج امداد دموي اعلى بكتير. امم. استحالة ان الجسم هيقدر يغذي 10000 زي 1000. مم. امم. فدي في الحالة دي هيحصل حاجة اسمها السرفايفر ريت يقل. السرفايفر ريت يعني ايه؟ يعني كم شعرة من المزروعة هتنجو وكم شعرة من المزروعة هتموت. هتزرع عدد كبير، سرفايفر ريت يقع لان التغذية الدموية مش كفاية. الهروب مهم. يعني الكبير. لازم التغذية الدموية تكون عالية علشان السرفايفر ريت ايه يعلى. عشان كده بتقسموا العمليه. فلازم تتقسم. مش بس كده، الدونر اريا كمان المنطقه اللي هنسحب منها، انت اختطافك للشعر ده بتعمل زي يعني جروح صغيره. المنطقه المانحه. المانح. مانحه، الدونر اريا امم. المنطقه المانحه. ما انت لا يعني. الجروح اللي انت بتسحب بيها الشعر، او يعني مكان ما بتسحب الشعر بيعمل جروح صغيره جدا. احنا الحمد لله بنقدر نستخدم اقل مقاسات بانشز اختطاف، اوكي. بتوصل ل 0.6 يعني اها. ملي، يعني 6 من 10 ملي. مهم. تمام. لو ده علشان مثلا تعمل 3000 4000 5000 جرافت، هتعمل حوالي 5000 جرح. فتخيل ال 5000 جرح دول انت عايز كمان 10000، هيبقوا 10000 جرح جنب بعض. اوكي. الجروح دي ممكن تبدأ توصل على بعض، تعمل التئام بحاجة اسمها تليف او فايبروز. ايوه، يعني انت لازم تعمل اصلا. سبيسنج بالظبط. ما بين البانشز بتاعتك عشان لما تيجي تلتئم كل واحدة تلتئم لوحدها تلتئم كده. لوحدها بكونتراكشن، انها تقفل امم. ما تكونش نسيج تليفي. هي دي الفكرة. اوكي. موضوع كبير. لا اه الموضوع موضوع. غريب، امم. لا مش هي كبير الناس بس. متخيلة على فكرة. هقول لك على حاجة، زراعة الشعر مشكلتها ان هي عشان الموضوع سطحي ومتشاف، فأي حد يقدر ان هو يقول رأيه. لا، آه. في دراسة وفي طب وفي علم وفي طبعا. براكتس. طبعا. كل ده مش سهل، لان طبعا انا مش الموضوع على هو فكره. هي الناس متخيله على الموضوع ده فكره انت انا، شكلك محتاج. لا هي مش كده. لا 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 انا متاكد كمان. أنا زي ما بقول لك، انا قبل ما اقعد معاكم قعدت اقرا يعني امم. واشوف الموضوع. لا الموضوع مش سهل،
وشايف ان كمان في علم امم وفي تالنت. يعني انا طبعا. شايف برضو ان اكيد القصة دي محتاجة تالنت من بص، الدكتور، كل فاهم؟ كل جراحات التجميل محتاجه تالنت. ايوه، مم. وفيها learning curve طبعا. كبير كبير مم. جدا. محتاجه تالنت ليه؟ لان هي فيجن في الاول والاخر، هي وجهه نظر الدكتور ده غير الدكتور ده. علشان اكيد تعمل اكيد. ديزاين اه وتنسق حاجه معينه. اه. في ستيبس ثابته، وفي حاجات انك تقدر تغير. يعني في الجراحات ستيبس، هتعمل الخطوه الاولى، الخطوه الثانيه، الخطوه الثالثه، خلصت العمليه. زراعه الشعر لا، او جراحات التجميل لا، محتاجه مم. موهبه، مم. امم محتاجه تصور. اوكي. طب عايز اسالك على حاجة. ان احنا عاملين نتكلم عن امم الصلع الرجالة. امم السيدات بقى نفس الكلام برضه. بيطلعوا برضو عادي. بيجي لك، اه طبعا طبعا، اه. يعني عندك كتير. اه ستات كتير. بتيجي عندها اشهر مشاكل. حاجتين عندهم برضو زي الرجاله، صلع وراثي، طبعا ده اكيد. بيحصل، طبعا بيورثوه. وفي حاجه تانية اسمها، دي برضو مشهوره قوي، التراكشن الوبيشيا، او ان هو البنوته وهي صغيره مامتها لما تيجي تسرح لها شعرها، الشعر دايما بيتشد جامد. توكة وبتبقى اه، مشدودة. وتشد عليها التوكه وكده. اوكي. ده بيسبب ان الشعر اللي في المقدمه اللي قدام دي، مع طول الشد على مدار السنين، من وهي عندها 3 4 سنين توصل 15 16 سنه، الشعر ده بيبدا يموت، فتبدا يقول لك انا شعري نحل، او انا جبهتي كبيره. امم امم فاهم قصدي؟ امم في بنات تانيين اصلا هم بطبيعتهم وراثيا، هم جبهتهم اصلا عريضه. اي. امم دول كان زمان قبل ما زراعه الشعر اتطور زي دلوقتي، بيعملوا حاجه اسمها قص جبهه، او تصغير جبهه جراحي كده، يقصوا جزء من الجبهه علشان الجبهه تصغر. لا، الحل الاسهل والاقل تدخل جراحيا هو زراعه الشعر. طيب مم. يعني بينفع زي الرجاله؟ اه طبعا. طبعا. اه طبعا. بنفس الشكل الطبيعي، بنفس كل حاجه، اه طبعا. طبعا. وطبعا بيبقى ليهم حيثيات تانية من ناحية ديزاين الهير لاين، طبيعة الدنسيتي المطلوبة. بس بينفع عادي. يعني احنا بنحافظ على الفيمينين فيتشرز فيها، من ناحية الهير لاين والنوع الجرافت امم والرسمة. مم. بس يعني نفس المبدأ ينطبق، وحواجب كمان نزرع اصل اقول لك حواجب. على حاجه. الراجل لما بيجي، اللي انا فاهمه يعني مم. قبل الزراعه او قبل العمليه، بيحلق شعر. جميل. اه. انا كنت على فكره لسه هرد عليك في النقطه دي طب دلوقتي. الست ان استنى هي بس. تحلق مم. شعرها، ايوه. مش اي امم حد ياخد القرار ده. ايوه. اه، هو يعني دراما او بقى تلبس باروكه مثلا في لا، الفتره هو دي السيدات بنعمل معاهم حاجات مختلفة شوية. ده مؤخرا انا عايز اقول لك احنا لا، من البايونيرز فيها يعني. يعني قبل اللي انا هقول الكلاسيك الاول. ماشي، قول الكلاسيك، الكلاسيك مش في عايز اتفق السيدات على ان هو ايه، يعني مش بنحلق كله. تمام، احنا بنحلق شكل مستطيل كده في المنطقة الاوكسيبيتال دي، اوكي. المنطقة اللي هي ورا دي مستطيل، بحيث ان يبقى فوقيه شعر، تحت منه لسه فيه شعر، وفي اه. الجنبين شعر. فهي تقدر بيداري يعني قصدي. بيداري، فهي اه. تقدر مثلا لما تعمل بوني تيل او كده مم. يتدارى. اوكي. تمام. ده بيخلي ان هي يعني تقدر تمارس حياتها عادي جدا، حلو جدا. لحد ما يرجع الشعر يطول. طبعا مم. احنا الجزء اللي بنحلقه مش بنفضيه، يعني ده اللي بناخد منه اللي احنا عايزينه، بس بناخد اجزاء منه. بناخد الراوند مثلا سوتس اللي موجود فيه سبع، خمس بالكتير لو محتاجين، مش اكتر يعني. مم. آه، دلوقتي في طبعا تطور كبير جدا في الهير ترانسبلانت. اوكي. على مستوى العالم بقى في حاجة اسمها ان انا اقتطف في الشعر بدون ما احلق، وده بنعمله رجال وسيدات يعني. واحنا بس كتركي كلينيك انا وفوزي اللي بنعمله، اوكي. ان احنا نعمل اقتطاف للشعر بدون حلاقة بطول الشعر، والبنت او الولد يطلع من العملية اوريدي. immediate result، هو واخد اه، واخد نتيجة، هو طالع. واخد يعني العملية نتيجة. خلصانة النهاردة، هو طالع بنتيجة. وكاموفلاج دي كمان، يعني مش مم. باين اثار العملية خالص. ده حل مثالي يعني انت للبنات. انت اختطفت شعر طويل وزرعت شعر طويل. امم اوكي. انت اوريدي. بيحصل بعد كده الشوك فيز والكلام ده، والشعر بيقع. الشوك فيس ده لازم نشرحه له عشان هو هنتكلم فيها هنتكلم هنتكلم فيها، فيها. بس يعني انا ماشي. بوضح للناس لما تسمع. اه. ده بيحصل. المهم ان البنت ما بتحلقش بالظبط. هي خالص. قصة في الحلاقة، يعني طبعا. مش أي حد ياخد ومش القرار بس ده. البنت هو والرجاله قد يعني. لا بس كده. في الراجل في عادي. في حد لا بيتهيأ لك، في ناس وضع شغلهم او اللايف ستايل بتاعهم يقول لك ما انا امم ما ينفعش لا، ينفعش. احلق. بس برضو حد سيبك من وضع الشغل، نفسية بس البنت. لا، البنت حاجة انا تانية. في مشهد حلاقة البنات ده لما ببقى في دراما العملية، دراما. في الجزء ده انا بسيب اوضه العمليات طبعا واطلع شويه بقى، اه. البنات مم. اللي عندي يحلقوا، والمشهد العياط يخلص والأحضان ويطيبوه خاطرها وكده. اوكي. وبعد ما خلاص الدراما تخلص مم. اروح اشوف شغلي بقى. بس دلوقتي اللونج هير، او ان احنا نختطف الشعر بطوله ونزرعه بطوله، خلاني بقى خلاص في اوكي. العملية وكمان بس. سيلبرتيز برضو في نفس الكلام، حد اسلوب شغله، حد مذيع، بالظبط حد بالظبط. معروف، يقول لك انا ستايلي كده، ما ينفعش ان انا
حد يشوفني وانا عمري ما حلقت شعري، انا لو سليبرتي سواء ميل اور فيميل، بيرسونال كده او بريفرنس، كده. تفضيل شخصي، واحد مش عايز طب يحلق. امتى ممكن تقول للبنت لا مش هينفع ازرع لك؟ امم هقول لك بقى. البنات عندهم او اللي الدكتور احمد فوزي قاله اللي هو الديفيوز اند باترن الوبيشيا. مم. تمام. الدوبه عند البنات برضو. يعني ايه؟ يعني في نوعين من الصلع عند البنات. نوع برضو الجبهه بتكبر اه بتوسع، السبعات اه بتفتح، السالكس او الفتحه اللي في النص دي توسع. مم. تمام. خليني انا محتاج احكي لك في الاول. تمام. فكره الصلع الوراثي. اوكي تمام. ماشي، عشان نعرف بقى انا نحكي معاك. ازاي بنزرع شعر. اوكي ده عملت الشعر شيفت. الشعر انواع. يعني شعر الحواجب ده نوع، الدقن نوع، الشعر اللي جوه هنا ده نوع، تمام. اللي هنا نوع. اوكي. كله اسمه شعر، كله اسمه شعر. بس هما مختلفين عن بعض في التشريح، في خصائص في التشريح، في الفسيولوجي بتاعتهم. شكل في كل حاجه، اه. معاك تكستشر، جدا. طبعا. تمام. مع ان كله اسمه شعر، ده بيطول بريت وده بيطول بريت وهكذا يعني. تمام. اوكي. هنا مريض الصلع الوراثي عنده نوعين من الشعر. اوكي. نوعين. نوع هنا حساس ونوع مش حساس. مم. السؤال هنا حساس لإيه؟ حساس لهرمون بيفرزه جسم الرجالة والسيدات اسمه دي دي اتش تي مم. هرمون، اوكي. باختصار دايهايدرو ايوه. تستوستيرون هرمون. اه وده بيبقى مشتق من التستوستيرون اللي نفسه، بيتحول. بيختزل وبيبقى دايهايدرو تستوستيرون. اوكي. والشعر ده حساس ليه. يعني على جذوره من تحت في ريسبتورز، في مستقبلات كيميائية، ريسبتور مجهز للدي اتش تي، لما يحسوا ويمسكوا في بعض كده يدي سيجنال للشعرايه تضعف 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 لحد ما تزول. مهم. تمام. ده ما عندهوش هذا الريسبتور او اقل، يعني هو اوكي. بنسميه ريزيستنت مش بروف، يعني هو مقاوم بس، انما ده سنسيتيف. تمام. اوكي. ديك بقى حاجه كاتشي قوي. الدقن برضو الشعر بتاعها عنده دي اتش تي ريسبتورز، بس بقى مستقبلات. يس، اه. بس السيجنال مختلف. مم. لما الدقن تحس الدي اتش تي تكبر، والشعر الراس يحس الدي اتش تي عشان كده يقع. تلاقي منظر الأقرع بتلاقي عنده دقنه مش دايما، كثيفة، مش بس لازم، مش مش دايما، بالضرورة يعني. بس هي فكرة ان هو ده بينمو بالدي اتش تي. يعني ده بينمو بيه وده بيقع بيه. تمام. اوكي. بينمو قد ايه بيقع قد ايه، دي هي ليها علاقة بمدى الحساسية. بس هو كله اوكي لازم يبقى حساس ليه، ماشي. سواء هنا او هنا. لمريض الصلع الوراثي يعني انت مثلا شعرك اللي هنا زي اللي هنا، كله نوع واحد، مش سنسيتيف للدي اتش تي. اوكي. تمام. اللي عنده صلع وراثي من وهو بيتكون جنينيا كده، وهو الشعر اللي جاله هنا مم. دي اتش تي سنسيتيف. مبدأ مم. عملية زراعة الشعر بيعتمد على ايه؟ بيعتمد على ان انا اخد الشعراية الدي اتش تي ريزيستنت، سواء من هنا من الدقن من الصدر whatever، مهم. واروح احطها مكان الشعرايه اللي كانت دي اتش تي سنسيتيف ووقعت. ماشي. تمام. تمام. اي راجل بقى دلوقتي لما انا بشوفه بيطلع خلاص انا عرفت ان دي الدي اتش تي سنسيتيف، لو هعمل له زراعه شعر مش هجيب له من هنا. يعني انا مثلا عندي تراجع في الجبهه، انا هزرع في مم. المستقبل ان شاء الله، مش هجيب لي شعر من هنا عشان ده برضو سنسيتيف. انا هجيب لي بقى من الريزيستنت عشان اضمن انه عايش معايا. اقطعك. اه. دي المنطقة المانحة. هي دي بقى المانحه. دي هي دي اللونر المنطقة اريا. المانحة. المانحه اللي هي كل الاريا دي لكل الصلع ما عندهمش دايما تساقط لما بتلاقي فيها. حد عنده صلع او شعر واقع، دي اللي بتبقى ده الشعر اللي بيتبقى ما بيقعش. اوكي دي المنطقة المانحة. هو ده، دي يس. دي المانحه. هي عاده بتستارت فروم اير تو اير، من الودنين كده وانت راجع ايه مظبوط. لورا. دي اللي بتاخدوا منها الشعر ايوه. بالظبط. وبتزرعوا بيها في شعر. اماكن تانية بس ولو دي هتتكلم كمان على المنطقه المانحه، مش دي بس. الدقن الجسم بالظبط. كل ده بيمنح شعر. كل ده نقدر ناخد منه، ماشي. بس على حسب كثافته شكلها ايه عند المريض بتاعنا. اوكي. الشعريه شكلها عامل ازاي، فاهم قصدي؟ هينفع نرجع نشتغل بيها بقى، ولا لا؟ نرجع عشان انا للبنات. قطعتك بس كنت عايز ايوه ايوه، اتأكد لا بس. لا. نرجع للبنات. البنات عندهم نوعين من الصلع. نوع زي ما بقول لك دي اللي بترجع. اوكي تمام كده انا ماشي. عرفت ان المنطقة دي هي الايرور هنا. اوكي. ماشي. والباقي سليم زي ما هو مفيش اي مشاكل. مم. فانا عرفت ان ده سيف. مهم. فانا هاخد من السيف الريزيستنت المقاوم للدي اتش تي، وهروح ازرعه في مكان اللي صلع. في بنات بقى عندها حاجة تانية، تلاقي برضو خط الجبهة بتاعه في مكانه متحركش، مفيش متحركش اي تراجع، اصلا. بس جوه اه شعرها كله خفيف على تقيل. ديفيوز. دي اوكي. الديفيوز الوبيشيا. ديفيوز الوبيشيا. دي ما ينفعش معاها الزراعة، لان انت المبدأ انت مش عارف فين السليم وفين المصاب. مم. المبدأ مش عارف تظبطه. اوكي. يعني ممكن الشعرية اللي انت جبتها الجدر ده يكون كان مصاب ورحت زرعته وهو بالظبط. هيقع. اه.
اوكي. فسؤالك في بنات ما فهنا مش ينفعلهاش، هينفع، دي ما هنا هتقول لها انا مش ينفعلهاش. هينفع اعمل لك زراعة شعر. اه المحزن في القصص اللي زي دي بنات كتير يبقوا جايين هم ديفيوز الوبيشيا، هي مجرد ما بشوف شعرها دي هي جايه اصلا واخده قرار انا جايه ازرع يا دكتور، لا بتبقى صدمه بقى وانت بتقول لها لا انت مش هينفع تزرعي او امم وهنا الزراعه مفيش مش اي الجانب الايجابي بقى ان النوع ده مستجيب بشكل جيد جدا للعلاج. للعلاج. اه طبعا يعني حسنوا كتير جدا مع العلاج. بس هم بقى في بنات او ناس هم يعني إن البني ادمين بقى بنات ورجاله، ان هو يبقى ستريكت لعلاج مزمن بيضايقه. بس هي البنت دي اللي بيبقى عندها ديفيوز الوبيشيا بتستجيب حلو قوي قوي للعلاج. مم. معلومات قيمة والله. طب انتوا الأسئلة تمام حلوة؟ لا انت لا زي يعني الفل زي الفل. جود مبسوطين هوست يعني؟ يعني، ايوه مبسوطين جدا. جود انترفيو. بعدين يعني الاسئله دي هتفيد ناس كتير قوي من أكيد اللي أكيد. بيسمعونا يعني طب أنا بيتفرجوا عايز علينا. أسألك سؤال يا دكتور امم. بخصوص الحواجب. امم اه في زراعة للحواجب؟ طبعا يعني في اللي طبعا. عنده مشكلة في الحواجب ايوه في زراعة طبعا. للحواجب؟ اه ايوه لان طبعا. هي كمان يعني هي ميزتها ان هي بتريح بنات كتير من المايكرو بليدنج بقى والتاتوز اللي بيعملوها والكلام ده. أوكي. امم ولكن عمليه الحواجب محتاجه فن ودقه عاليه جدا جدا امم جدا، كل ما العضو او المساحه اللي هنشتغل عليها صغرت كل ما هتحتاج فن اكبر، لان كمان الحاجب تشريحيا يختلف خالص عن فروه الراس والكلام ده. نوع شعر الحاجب بيختلف، بتحتاج انك في الاقتطاف بتاخد شعر معين باسلوب معين بتكستشر معين. يعني شعر الحاجب المنطقة المنحة بتاعته إيه؟ عادة هو نفس المنطقة الخلفية ولكن بناخد المنطقة القفوية من تحت خالص، بحيث آه، ناخد أكتر شعر فاين أقرب خامة لشعر اللي الحواجب هو الحقيقي، شكله خفيف شوية خفيف يعني. يكون فيري فاين وناعم من المنطقة اللي أنا قلت عليها دي، علشان نقدر إن إحنا نقربه للإيه لشكل الحاجب الطبيعي. دي أوكي. حاجة. الحاجة التانية تشريحيا كمان الحاجب ليه يعني هنشرحه سريعا كده، حاجة اسمها هيد وبادي وتيل، يعني ليه 3 أجزاء، كل جزء من دول ليه دايركشنز معينة لإنبات الشعر. مهم. فواحنا بنفتح القناة بتاعته او واحنا بنزرع لازم بنخلي بالنا ان احنا نحافظ على الشكل الطبيعي بتاع اتجاه القنوات بتاعته علشان ياخد الشكل العادي جدا، ما يبانش ان هو ايه مزروع. كمان الرسم او الديزاين بتاع الشعر بتاع الحاجب نفسه امم لا محتاج فن، محتاج دقة عالية أكيد جدا يعني. أكيد. وبعدين الزاويه، يعني انت قلت اتجاه زاويه ايوه الشعر طبعا كمان. زاوية الميل على طب سطح أنا الجلد. يعني معلش أنا بقعد أتخيل أصل حاجات وأنا بتكلم معاكوا بصراحة يعني. امم ما هو أنت دلوقتي حد هيزرع حواجبه، امم امم. تمام؟ فأنت اتكلمت معايا في جزئية إن أنت كمان بتختار الشعر يبقى قريب من شعر الحاجب أو ايوه بالظبط عشان الفتله، من الفتله المنطقة المناسبه. المنحة يعني. امم. تمام. طيب أوكي. هي دلوقتي هتزرع حواجبها، تمام. امم هل أنت كمان بتحدد شكل الحاجب هيبقى عامل إزاي؟ طبعا 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 انت طبعا. ليه رسمة بس طبعا يعني بيبقى الحاجات فيه. الاكستريمز لا، ما انت مش هتعمل حاجة بشكله اكستريم اللي هو طالع كده لا لا والحاجات دي مش لا. أقصد مش أقصد يعني مثلا تخليها عاملة 8 شوية أو ليها منظر ايوه أقصد. طبعا ايوه طبعا. ممكن نغيره شويه عن اه. الناتشرال لوك بتاعها، بس طبعا within في limits. النهاية مع الاكستريمز لا، والكثافة لازم الكثافه الكثافة تكون مناسبة برضه طبعا. محسوبة. يعني أنت دي تتحكم فيها. اه طبعا ايوه طبعا. طبعا انت بتتحكم هتحط قد ايه في السنتي، فتقدر كثافه، تحسب الحاجب هياخد عدد قد ايه. الشعر في اه السنتي. موضوع كبير. طبعا. بتشوف الحاجب انتوا كام سنتي بتتكلموا في هتحط في حاجة. السنتي، بتشوف الحاجب كام سنتي هتحط في السنتي كام جرافت وبناء على كده تطلعه. مم. الحاجب طب دكتور برعي، اتفضل. عدد البصيلات اللي مم. ممكن تتاخد من المنطقة المنحة مم. ممكن قد إيه؟ لا الديبندز تختلف يعني. طيب انت عارف ان الشعر اللي بيتاخد من المنطقه المنحه ما بيطلعش تاني في المنطقه المنحه؟ يعني دي برضو شيء غريب. امم يعني ماشي أنا ما صح، عارف أوكي. الموضوع ده يعني لان احنا بناخد الجدر ما أيوه بيطلعش مكانه تاني. بالظبط. بص الافريج، لان طبعا احنا في اثنيستس كتير يعني افارقه، اوروبيين، كازاخستان والحته بتاعت ايران وهنود وتشاينيز أوكي. وهكذا. كل ناس في، يعني في ناس عندهم density عاليه قوي بطبيعتهم as a gene او as an ethnicity، وفي اللي عنده fine كده scarce. تمام. على فكرة بس معلش سوري أنا بسألك السؤال ده عشان اللي أنت قلت عليه يعني امم أنت العدد قد إيه علشان هي في الآخر ما تبقاش فاضية. مفهوم مفهوم مفهوم. الافريج مثلا لو انت very good doctor والترانزكشن ريت اللي هو معدل ان انت تموت جرافت وانت بتاخده. وفيري جود دونر اريا برضه مش وفيري فيري جود جود، ما انا دكتور يعني. بتكلم بقى على دونر اريا الافريج. يعني يعني ممكن تدينا up to 9K 10K.
على مدار 10000. على مم. مدار يعني شغلنا معاها في في السيشن. السيشنز اللي هتشتغل بيها أوه. مش في وان طبعا سيرجري، اوكي. متقسم. طبعا ناس ده الافريج from 8 to 10. مم. في اوكي. ناس طبعا اللي هم اللي عندهم بيج دونر ارياز، يعني في ناس عندها ما شاء الله راس كبيره قوي. لا ممكن تكسيد مش 11 و12، وفي الاقل. مش بس السبيس اريا، كمان الدينستي بتاعت الهير اللي موجود. يعني ممكن ايوه يكون السبيس اريا بتاعت راسه صغيره او هو راسه صغيره بس الشعر كثافته عاليه، هاي دينستي. اسمها جرافت ريشيو. جرافت اوكي. ريشيو عاليه، بالظبط. ان شعره متكدس، وفي اللي بيبقى فيه فراغات فهم تو كده. فاكتورز، السبيس في ناس ممكن والعدد. تبص على دونر اريا تقول ده انت حد خد منك، يعني انت معمول لك 3 مراحل قبل كده امم. من كتر هي هو لسه بيور، لسه اول عمليه، اوكي. بس من قله الدنسيتي فيها. اوكي. وفي حالات بتترفض اصلا زراعه الشعر. اصلا. والمؤلم بقى والمحزن ايه؟ مم. ان دايما اللي صلعه صغير عنده بيج دونر اريا، واللي امم. صلعه ضخم جدا بيجي بقى بسمولر دونر اريا. مم. هو ده اوكي. طبيعي طبيعي، لان هو كل ما الصلع زاد ما هو خلاص بالظبط، بيبدا يدخل في الدونر اريا، بيطغى فالدونر على اريا الدونر بقى يعني اريا. هتقل طبعا يعني. فتلاقي دايما اللي محتاج اكتر البنك بتاعه او في الريزيرف حالات كتيره بقى بتاعه ممكن تترفض اصلا في الزراعه، ده الدونر اريا ما تكفيش، مم. وبيكون مثلا املس، يكون ما فيش دقن او صدر ما او عندوش شعر في بادي الصدر، هير. ما فيش بادي اوكي. هير نقدر نشتغل بيه. فوقتها وصل على درجه كبيره قوي والدونر اريا خفيفه. في حالات منهم وتطلباته او الاكسبكتيشن بتاعته عاليه. دي الاكسبكتيشن، احنا بنتكلم طبيا، ما بتكلمش على البيشنت نفسه، بنتكلم امم. طبيا الاول. فالدونر اريا خفيفه جدا، مساحه الصلع كبيره جدا. في حالات منهم ممكن بيبقى فيها امل ان هي تاخد علاج تاهيلي قبل العمليه مده معينه، وبتتحسن وبتستجيب وبنقدر نعمل العمليه. وفي مم. حالات احنا بنبقى عارفين بواقع مش خبرتنا، تنفع. لا لا خالص من الاول، ما تحاولش ما تحاولش. طب يا دكتور فوزي، سؤال ليك. التقنيات، امم. انا في تقنيات كتير ايوه تمام. اسمع ان في حاجه اسمها DHI، حلو. FUE، صح حلو كده؟ تمام. بالراحه بس، ايه، انا عايزك هقول لك تتكلم هقول لك معايا في التقنيات دي هوضح لك، حاضر اوكي. بطريقه، اشرحها لي بطريقه ماشي. بسيطه. بص انا كلمه تقنيات مبدئيا دي ما بحبهاش. ماشي. مم. هما تو تكنيكس اللي في العالم المتعارف عليهم واللي بنقدر نتكلم في زراعه الشعر. مم. حاجه اسمها اف يو اي، حاجه اسمها اف يو تي. ايه. اف يو اي ده اللي هو الاختطاف بالموتورز والبانشز اللي انا اتكلمت اه. عنها، ان احنا بنختطف شعريه شعريه. اوكي. اف يو تي دي هي كانت الاقدم من قبل الاف يو اي، والاتنين نقدر نشتغلهم لحد دلوقتي عادي. مش يعني في ناس بتقول ان لا ده واقف وده اللي شغال، لا الاتنين شغالين عادي جدا، على حسب الحاله. على حسب الحاله وعلى حسب الاسسمنت بتاع الدكتور للحاله. خلاص اوكي. هم دول التو تكنيكس اللي نقدر نتكلم فيهم، اللي هي الاي في تي الشريحه، نقطه مم. شريحه معينه من فروه الراس من ورا كده، تبدا لا ما شريحه تخافش. الجلد. شريحه جلد بشعرها. لحظه واحده بس. اه. مم. انت خفت شفت؟ ليه؟ لا يعني، ما هو انت برضو يعني بالراحه. تخضوش يا دكتور فوزي. دي DHI. نو نو. لا انا دلوقتي ما لا. قلتش جي اتش اي. الشريحه دي اللي هي ايه بس؟ اف يو تي اف واف يو يو اي تي دول التو تكنيكس. طيب الاف يو تي تقول شريحه جلد، اه. مم. آه، يعني هنا في جرح. مم. بالظبط، بيبقى جرح، بتسيب سكار واعتقد كبير. ان دي الستات بتتجه ليها في الزراعه، وزمان بتفضلها. بالذات زمان صح. وما علشان زال. كمان شعرهم عشان. بيكون طويل وما فبيغطي زال. على مكان الجرح. اوكي مم. ماشي، طب بالظبط، كمل. اوكي. بتفضل ان هي بس بدل ما بيكون في تحلق جرح، بوكس انا ده اللي كنت عايز بيكون في اعرفه، بيبقى جرح. في بس جرح مع يعني. الستات علشان جرح شعرهم، طولي. قولي. مع الستات علشان شعرهم طويل فبيغطي على ايه، على مكان الجرح. فهم دول التو تكنيكس اللي في العالم كله نقدر نتكلم عنهم. اوكي. ما دون ذلك كل الحروف اللي انت قلتها ورا بعض، دي اتش اي بقى وسفاير والكلام ده، ودي ايوه. تولز الجراح بيقدر يستعملها علشان يزرع بيها الشعر اللي سحبه. اوكي. فاهم قصدي؟ احنا عندنا منطقتين بنشتغل عليهم، دونر اريا اللي هي المنطقه المانحه، وريسيبيانت اريا اللي هي المنطقه المستقبله او اللي فيها الصلع. دي بقى في تولز كتيره جدا نقدر ان احنا ايه، نزرع بيها الشعر في المنطقه دي. في بقى الدي اتش اي، في اللام الكيبس او السمارت امبلانترز زي ما بنسميها. في امم. ان احنا نفتح السلاتس بالسفاير بحاجه اسمها بتكون حاجه اسمها بري ميد سلاتس، اللي احنا بتفتح بقلم السفاير. المهم الكونسبت بتاعنا ان احنا عندنا قناه او سلات هنحط فيها الشعريه اللي احنا ايه، زرعناها. دي كلها تولز الجراح يقدر يشتغل بيها، ممكن اوكي. تو ميكس بين الاثنين. مهم. يعني اللي دكتور فوزي عايز يقوله برضو ان الاقتطاف، انك تاخد الشعر في طريقتين كومن. يا مهم. اما اخد حتة جلد كده مليانة شعر وبره اقطعها وتحت الميكروسكوب اطلع منها الجذور، تمام. يا اما الاحدث اف يو اي، اختصار فوليكولار يونت اكستراكشن، مم. اللي هو موتور كده صغير وتجويف صغير قوي على قد الجذور، يخش يقور كده ويطلع 1 باي 1 بدون ما اعمل الجرح ده كله. مم. يعني زمان يقوموا قاطعين حتة جلد عرض سنتي بطول 5 6 7 سنتي،
ويقوم ويقوم تحت الميكروسكوب مطلعين منها الشعر وبتسيب اوكي. جرح، يا اما دوتس كده صغيره، ده الاحدث. هزرعهم ازاي؟ يا اما بالقنوات المعده مسبقا اللي هو بري ميد قالها سليتس بري اللي هي ميد سليت، السفاير دي. اللي هو باي نسل بقى، سفاير ده الاحسن، او مشرط او ايا كان. انا افتح قناه بآلة حاده وبعدين اغرز بملقاط كده ايه في الجذور. او الدي اتش اي اختصار لكلمه دايركت هير امبلانتيشن، دي اوكي. بتبقى ادوات تانية عباره عن اقلام كده بتكايه، وليها من تحت سن سرنجه مشقوق، اوكي. وبيبقى معاك منها مثلا 20 قلم في العمليه، ومعاك تيم بيبدا السن السرنجه ده يلقم فيه الجذور. وانت كجراح بتمسك القلم اللي ليه سن سرنجة متلقم فيه البصيلة، تقوم داخل فاتح القناة بسن السرنجة والتكاية دي، وانت طالع تقوم دايس عليها، يقوم سايب الكرافت وطالع فاضي، مم. وتديهم الفاضي وتاخد المليان. دكتور برع، انت بتخوف الناس كده. لا لا الكلام ده عادي، بيخوف. لازم خالص يبقى عارف كده، وفي الكشف لازم يعني. عارف كده. اشرح له كل بس الكلام هو ده. هو ما طبعا. بيخافش الكلام ده كمان. بص، اي عمليه ما طبيعي هيكون فيها اختراق للجلد وفتح ودم. اه، اي عمليه فيها كده، انت ده مش جاي تلعب يعني. جراح ايه من غير آلة حد؟ انتوا بتشرحوا الكلام ده اه للناس؟ اه طبعا طبعا. لازم يبقى فاهم هو داخل على ايه. في حاجه اسمها اه الموافقه طبعا. المستنيره، لازم يبقى داخل عارف هو داخل على ايه. مش كده اه يعني. طبعا. اوكي. المهم والمخاطر والسايد افكتس وكل حاجة المهم في السؤال ده كلمه هتزرع لي تقنيه الدي اتش اي ولا الدي ان اي ولا السفاير. انا السؤال ده لا، السؤال ده مش صح خالص. هم مم. بيعصبك. بيعصبني يعني. قول قول. هم التو تكنيكس دول اللي احنا اتكلمنا فيهم. الباقي هي ادوات في ايد الجراح، زي المشرط، بالظبط. زي المقص، اوكي. هي ادوات تولز. ايوه. اوكي. في حالات انا ممكن اميكس بين الادوات دي كلها. انا عايز الجزء ده ازرعه بالطريقه الفلانيه، ده عايز مم. ممكن اعمل ميكس بين التولز كلها. ايوه. المهم انك تكون مدرب وعارف تشتغل بالتولز دي. يعني في حد ممكن يقول اعمل لك انت تكون معاك تدريب كافي واشتغلت حالات كافيه بالتولز دي كمان يعني. حلو جدا. يعني هو عايز يقول لك ان كل التقنيات بتعمل احسن نتائج. اوكي. تمام. مفيش تقنية بتدي نتيجة احسن من التانية، بس على حسب الحالة. وعلى حسب الحالة وعلى حسب الجراح. متدرب على ايه اكتر، او بيشتغل متعود او بايه اكتر. لان في مشكلة بنواجهها دلوقتي، ان في مراكز ودكاترة او مراكز بتسوق امم لتقنية على ان اوكي. السحر او الحل في التقنية. مهم. فاهم؟ انما عمر ما كان الحل في التقنية. هو الحل في الجراح الحل في الجراح مش في والتكنيك، وان المفروض المريض لما يروح يسأل على ريزلتس مش على تقنية، هو ما يفرقلوش وما يلزموش. هي الكذبه في حاجتين. الكذبه في كلمه تقنيه الاول، هي مش تقنيه، هي مثلا تول. يا تقول الكذبه التانيه ان يقول لك اصل التقنيه او التول دي احلى من التول دي. مفيش حاجه احلى من ان التانيه. هي فيها الايه فيها الشفاء. الشفاء بالظبط. يقول لك فاهم؟ دي اللي فيها الشفاء. لا، مع ان هي انت لو بصيت في التاريخ مثلا، ايلون ماسك زارع في اوائل الالفينات امم قبل التولز دي، اول حاجه كانت اف يو تي. و very good hairline و very good density. يعني في ناس كتير زرعة زمان قبل تقنيات واول يعني. عمليه دي كانت اف يو تي، كانت بتكنيك اه الاف يو زمان تي، ما اف يو كانتش تي. اف يو اي وقتها. اوكي. وناس كتير كده زرعة من زمان جدا قبل التقنيات دي كلها. والتولز حتى السفاير اللي هو النصل الحجر الناري الحامي اللي ما بيتلمش ده ما كانش مم. موجود. و very good operation very مم. good. في اوكي. تقنيات بدائية جدا تصل للاقتطاف اليدوي مهم. ببرمة ايد كده تقعد تطلع مم. شعر. و very good results. ف في حالات ممكن نخطف لها اختطاف يدوي، مش بالموتورز كمان، اختطاف اوكي. يدوي. فالتقنية مم. دي طبعا المريض لازم يبقى عارف كل التولز اللي هتشتغل، بس يبقى عارف ان مش السحر او الحل او النجاح في التول، في الجراح الجراح. وفي النتائج بتاعته، وانت تاخد الثقة مش من التقنية، من النتائج. طب انت بتقول لي تقنيات مم. بس في سمعت برضو عن الستيم سيلز، مم. جميل، طبعا. الخلايا الجذعية. مم. مم. يعني انا اعرف ان القصة دي بره بيستعملوها في علاج حاجات كتير جدا يعني. مم. مم. مشيمة بقى مظبوط. انا سمعت ان انتوا بتعملوا القصة دي اللي هي الستيم سيلز، الخلايا الجذعية، مم. بتعالجوا بيها تساقط الشعر او زراعة الشعر. مم. مثلا لا، الاثنين. اشرح لي الحتة دي. بص، هو مبدئيا الستيم سيلز ليها مصادر كتيره نقدر ناخدها منها في الجسم. اول اوكي. مصدر للستيم سيلز هو نخاع العظام او البون مارو. ده ماشي. طبعا بالنسبه لنا احنا في الهير لا، مش بنشتغل بيه. المصدر التاني الاديبوز تيشو او الفات سيلز، اللي احنا بناخد من الدهون. الدهون. ده مظبوط. من اكتر الاماكن الريتش الغنيه جدا بالستيم سيلز. في طريقه معينه لاستخلاص الفات او الدهون وتكسيرها باسلوب معين علشان نقدر نستخلص منها الخلايا الجذعيه اللي احنا
محتاجينها. مم. في بقى حاجات طب تانية ما ان دي احنا لحظة بس، دي تقنية بقى تالتة كده او رابعة مش او 10. تالتة، مفيش تقنية، واحدة امال واحدة ايه بس؟ واحدة، ما هي كل حاجة ليها حاجتها. يعني الستيم سيلز مع حد عنده صلع وراثي درجة كبيرة مش هتعمل حاجة، مش هينفع. مش هتعمل هتعمل حاجة حاجة. لو دمجناها مع الزراعة. ممكن مع الزراعة اللي هي أما الانهانس دي في اللي احنا بنعملها، أو دي مثلا دي حاجة قبل تانية. الزراعة بتخدم على الجلد بالظبط. والدموية، مش هطلع في شعر. النهاية هي بتخدم على ماشي. الزراعة، لكن هي مش بديل للزراعة. اوكي. هو كمل بس هو عشان حاجة علاجية. اوكي. هو حاجة علاجية. الحاجة التالتة ان احنا ممكن ناخد خلايا جذعية للشعر من الشعر نفسه او من فروة الراس نفسها. حلو. دي بنقدر نعملها بأجهزة كتير. اشهر جهاز عندنا دلوقتي شغالين بيه اسمه الجي سيل. الجيسل. جي سيل ده بنقدر ان احنا هنا العظمه دي اسمها الماستويد بون اللي ورا الودن دي على طول. العظمه دي التيشو اللي فوقها او فروه الراس اللي فوقها فيها خلايا اسمها بروجينيتور سيلز. دي اكتر خلايا غنيه بالستيم سيلز او بالخلايا الجذعيه. اوكي. بنقدر ببانشز مقاساتها اكبر شويه او يعني بادوات اختطاف، اوكي. بس دي بتكون يدويه بقى. بيكون مقاسها تقريبا 2 مللي ل 2 مللي ونص. نقدر ناخد البايوبسيز او الخزعات دي او الاجزاء اللي هنستخلص منها الخلايا الجذعيه، بناخد تقريبا من 4 ل 6 جرافت او من 4 ل 6 بايوبسيز باسلوب فصل معين بجهاز الجي سيل نحطها فيه. نقدر نستخلص منها خلايا جذعيه اوتولوجاس يعني خاصه بالشخص نفسه، يعني اللي جاهزة. تنفع مم. لجو ما تنفعش ليا. طبعا. يعني ماشي. فدي كمان نضمن ان كلوز سيستم، نظام مقفول معقم بشكل تمام. كامل. الحاجه التانيه مفيش هايبر سنسيتيف رياكشن، مش هيحصل حساسيه للبيشنت. مش تقول بعد جميل. ما انا حقنت الجلسه حصل لي حساسيه. مش هيحصل لك حساسيه لان هي منك. اوكي. ولكن استعمالاتها لازم بترجع لتقييم الطبيب. الطبيب عارف مين هتفيده ومين مش هتفيده. ما ينفعش البيشنت يجي يقول لي اعمل لي جي سيل او اعمل لي خلايا جذعيه. انا عارف هي هتفيدك ولا مش هتفيدك. بتعملها ازاي؟ ما انا لا يعني انا برضو يعني دي بتخش في العملية ولا ايه؟ انا مش بص، فاهم ليها بس. حاجتين. دي حقيقة، هو ده ولا هي شيء. بتاخدها بتبقى زي حقنة؟ لا فهمني، انا مش فاهم حاجة، انا راجل غلبان. بص هي لها استعمالين. ممكن نعملها سيشن منفصله زي ما انا شرحت كده، ان انا باخد البيوبسيز دي وبعد ما بستخلص الخلايا الجذعيه من الجهاز بتبقى عباره عن حقن صغيره سرنجات اه يعني انت انسولين. بتاخدها بستخلص السائل ده والسائل ده وبتبقى في وتوزع في حقنة. سرنجات انسولين. حلو. انسولين بتبقى سرنجات صغيره وتبدا تتحقن في فروه الراس في ليفل معين في طبقات الحقن. معينة. طبقات معينه مش في اي مكان. ماشي. تتحقن في ليفل معين علشان تغذي الشعر وتعالج الايه المشكله اللي عند حلو. المريض. ده استعمال من الاستعمالات بتاعتها. في استعمال تاني احنا بنستعملها مع زراعه الشعر. احنا اه. بنعمل حاجه اسمها انهانسد اف يو او زراعه الشعر المحسنه بالخلايا الجذعيه معززة. اوكي. او المعززه بالخلايا الجذعيه. ماشي. ازاي ان احنا بنعمل ايه؟ بعد ما بنستخلص السائل ده بس بيبقى ليه طريقه فصل تانية معينه. مش مشكلة. مش مشكله دي نشرحها اه. للناس يعني. بناخد بقى السائل بتاعنا في حاجتين بنحقنه في فروه الراس، فدي بتعلي السرفيفر ريت اللي انا اتكلمت عنه في الاول اوكي. بتاع الشعر المزروع. الحاجه التانيه ان انا بستخدم سائل تاني مخفف من اللي انا سحبته ده احطه مع الجرافت اللي انا سحبه بره الجسم. اه. فاهم قصدي؟ تعلي السرفيفر ريت برضه. فيبقى احسن. زائد ان هو كمان بيشتغل على الشعر اللي هو اوريدي موجود. بقول لك فانت يعني. عملت دبل اكشن. اشتغلت حسنت من كواليتي الشعر المزروع. اه. اشتغلت على الشعر اللي هو اوريدي موجود. فاهم اوكي. قصدي؟ الشعر الاكستراكتد او اللي هو اللي انت فاصله بره الجسم بقى في انفايرمنت افضل فيها مم. الخلايا الجذعيه بتاعتك. مم. هنا بقى التالنت بتاعت الجراح بتظهر ان هو يعمل الكلام ده كله مم. علشان المريض يبقى شعره تمام افضل اوت مظبوط. كام. في المستقبل. تاخد افضل مظبوط. اوت كام طبعا. مظبوط. انت عارف الخلايا الجذعية دي اصلا بتاعت ايه؟ يعني ايه؟ حبل يعني السري ومشيمة. مش مصدرها ايه، يعني قصدك هي ايه؟ اصلا بتاعت ايه في الجسم. لا قول لي يعني، مم. مش فاهم برضه السؤال، معلش. يعني في دايما انا اللي بسأل. آه. محدش يسألني. في خلايا جلد. اوكي. خلاص، خلايا جلد احنا عارفين. خلايا اوكي. عظم. خلايا اه. دم. خلايا جذعية. الخلايا الجذعية دي الجذع ستيم، يعني أصل الشيء، جذع الشيء. بمعنى إيه؟ كل خلايا جسمنا قبل ما توصل لشكلها النهائي هي في الأصل كانت خلايا جذعية. امم اوكي. خلية الطوبة اللبنة، تمام، شايلة جوه النواة بتاعتها كل المعلومات الدي ان ايه بتاعت جسمك، تمام، مظبوط. وبعدين بيجي عليها انزيمات معينة وحفزات معينة. انت هتبقي خلية جلد، تقوم مهم. تتحور لشكل جلد. انت فهمت. هتبقي جدار او وعاء دموي. انت مهم. هتبقي عظم. انت هتبقي خلية اعصاب، وهكذا. كل ده اصله كان خلايا جذعية. اوكي. الجسم لسه فيه وفرة من الخلايا الجذعية، لأن احنا عندنا حاجات بتتجدد باستمرار: الجلد، الضوافر، مهم. الدم. كل ده في مهم. بنك خلايا جذعية عمال كل شوية يطلع جديد. بالظبط. اوكي. احنا بناخد الخلايا الجذعية دي، تمام، مم. علشان خاطر
نحقن بيها الاماكن اللي احنا عايزين نجدد فيها خلاياها. عشان كده انت قلت بتستعمل بره في حاجات تانية كتير، مهم. بتستعمل في الروماتيزم، في كل المفاصل، حاجه. في البنكرياس مم. للسكر وات ايفر، لان انت بتحط الجذع الاصل وتديله اوردر او بتحفزه مم. بشكل ما، فيبدا يتحور ويتحول لشكل الخلايا اللي انت عايزه او الشيء اللي انت عايزه. احنا مم. لما بنحقن خلايا جذعيه في فرو الراس، احنا بنعزز ان فرو الراس ده يحصل فيه انقسام ميتوزي وتجددي، الكولاجين يزيد، سمك الجلد يزيد، اوكي. يحصل حاجه اسمها انجيوجينيسيس او تكوين لاوعيه دمويه جديده. المهم ان اوكي. انت فرو الراس ده بيخش فيه زي ما دكتور احمد فوزي بسط كده، غذاء تغذي غريبة. فرو الراس، مم. وبتعزز الانقسام الميتوزي والانشطار الميتوزي والتجدد. اوكي. بس فممكن تدمجه مع علاج، بس يعني بتعالج لسه واحد شعره بيقع، تدمجه مع زراعة عشان تحسن كواليتي الجلد ويبقى فيه دموية أكتر وضخ دموي أكتر عشان الزراعة. فاهم. أو واحد إصلاع نص وبيصلع النص التاني زي دكتور أحمد قال، فالنص اللي صلع أنت بتحسن جودته عشان الزراعة السرفايفل ريت يعلى، والنص اللي لسه هيقع بالظبط. يتغذى فما يقعش. حلو. طب مم. انا هسألك على نقطة كده بقى اتفضل. بخصوص الخلايا الجذعية. مم. يعني ممكن واحد ما عندوش مشكلة في ان شعره بيقع، مم. يجي لك برضه يقول لك مثلا انا عايز اعمل قصة الخلايا الجذعية دي، مثلا ان انا انعم شعري، او في حاجة كده، ولا دي مش لا، كواليتي الشعر، الكواليتي؟ لا. الكواليتي لا. كواليتي لا، مفيش لكن دواء، مفيش سوق. دواء يتدخل فيها، لا امم مفيش دواء يتدخل في كواليتي الشعر خالص، زي لون الجلد كده، مفيش حاجة مم. تتدخل في لون اوكي. الجلد. بس بيجي لك حد مثلا يقول لك يعني عندوش مشكلة تساقط بس عايز يعمل كثافة مثلا، ولا لا؟ يعني شعره ما بيقعش خالص. شعره ما يعني حاسس انه ما بيقعش. ما هو خلي بالك، هو مش بيطلع شعر جديد، ومفيش دواء ومفيش أي حاجة في العالم بتطلع شعر جديد. امم يعني أنت عندك دراعين ممكن نخليهم 3، فاهم؟ هو امم العضو كده، مم. فمش هنقدر اوكي. نزود الكباستي اوكي. بتاعت بس العضو. انت قلت ان هو ممكن يعني حد يجي لك أيوه. وتستعمل التقنية دي علشان مثلا قدام ما يصلعش، بتبطأ من التساقط. صح كده؟ بتقلل من الريت، وتكون امم كومبايند والثيرابي، يعني اوكي. يتحصل لها ميكس مع علاج، اوكي. مش لوحدها. ماشي. طب دي الاهم في النقطه دي بس السلكشن بتاع الدكتور يشوف مين الحاله المناسبه. اوكي. زي ما بكرر تاني، مفيش عيان يروح يقول للدكتور انا عايز اعمل كذا اوكي. مم. خالص. في ماشي. مريض ممكن يبقى جاي لي فاكر ان هو بيحصل له حاجه اسمها ثيننج. امم. الثيننج ده يعني نحول شعره يرفع. اوكي. هو ما وقعش، هو ما خسرش عدد من الشعر، هو خسر ديامتر، بالظبط. سمك. الهير كاليبر نفسه قل فاهم؟ ازاي خد بقى يعني الشعرة قصدك لوحدها شعر ولا بقى ايه؟ اضرب في كل شعر. حاسس ان هو بقى مش خفيف. حاسس، هو فعلا بدأ يحصل له ثيننج. اوكي. يعني يعني السمك انت بتاع الشعريه قل كده. ماشي. يعني ممكن يحصل مع اي حد ما عندوش طلع وراثي. بالظبط. دي ممكن تبقى مع الستات اكتر. مع الستات برضو كتير، لان في حمل وخلفه وكلام من ده. اوكي. مم. هو سمك الشعر بيعتمد على مدى التغذيه والترويه الدمويه الاثنين. اوكي. تمام. فهو اللي محتاجه برضو الخلايا الجذعيه تنفع في الحاجات دي جدا. هو مش هيطلع له شعر جديد، هو امم يهيأ ليه ان يطلع له شعر جديد، بس اللي حصل ان الثيننج ده رجع السمك زاد اه فبيدي اكسترا مم. فوليوم، فيبان اكنه بقى في طلع شعر كثافة. جديد في كثافه. يقول لك بس شعر رجع زي الاول ورجع الكثافه زي مش الاول. ناتجه عن عدد زياده، هي اوكي. ناتجه عن الكاليبر بتاع شعره او سمك اوكي. الشعر بتاعه زاد. اوكي. مم. طب دكتور لكن مش فوزي هننبت شعر جديد، دي اوكي الفكره بس. ماشي. دكتور فوزي، انت عشان عمال اسالك الاسئله دي عشان انت ما بتحبش قصه التقنيات، ايوه ماشي. فانا جاي لك بقى عمال قول لي قول ادوس في لي. الحته دي معاك. مم. الترا ساوند، انت بتقول يعني انا لقيت في حاجه اسمها الترا ساوند لعلاج مم. تساقط الشعر، ايوه. يعني ايه بقى؟ لا، هو الالترا ساوند او السونار مش بيعالج تساقط الشعر، هي برضه تول من التولز او اداه من الادوات تول معاكوا بتساعدنا بتساعدكم من ضمن فقط يعني؟ التشخيص وخط مم. الخطه اوكي. الجراحيه بتاعه الحاله. لكن مم. هي مش بنستخدم الالترا ساوند في علاج سقوط الشعر، لا. اوكي. هو تشخيص زي ما دكتور النساء مثلا عنده سونار، هو مش هو بيعمل فولو اب للبيشنتس بتوعه، زي دكتور الباطنة عنده سونار، بيقدر ان هو يعني هي أداة للكشف اكتر منها للعلاج. للكشف والتخطيط، اوكي. بس انك وانت طبعا تحط خطه. بناء وكون انك بتكشف وبتخطط، انت هتوصل للخطة العلاجية والجراحية بتاعتك مم. يعني. اوكي. هي حلو. مش تكنيك برضه. حلو جدا. خش بقى للسؤال اللي هو ايه، السؤال الجامد. اسال يا باشا. قول حد يعني. عايز يزرع شعر، امم. احكي لي اللي بيحصل. اوكي.
من اول ما بيوصل الكلينيك، اوكي. صح؟ اوكي. هو احنا العيان اول ما بيوصل عندنا لازم طبعا بنعمل فحص طبي شامل عن الصحة العامة، امراض وراثية، تدخين، عمليات، كل الكلام ده. اوكي. وبيتفحص مايكروسكوبيكلي بأجهزة ترايكوسكوبي ده اللي هو الميكروسكوب بتاع الشعر. تمام. بعد الفحص ده كله بقى بتبدأ تعمل معاه كونسلتيشن. يعني هتقول له والله انت محتاج هذا العدد من الجرافتس، او انت يعني بتتفق معاه بقى، اوكي. بتقول له الوضع الراهن، شكل المنطقة المانحة، تقدر تدينا قد ايه، انت محتاج قد ايه، طلباتك ايه، نفسك في ايه، هل ده دوبل ولا مش دوبل، مم. ماشي. دوبل بس هياخد لونج تيرم وقت طويل ولا لأ. يعني خلاص كونسلتيشن كاملة، وبعدين بشرح له العملية نفسها هتمشي ازاي، اليوم نفسه هيبقى عامل ايه بالظبط. قول لي. طب ممكن نخلي يعني دكتور فوزي يتكلم في الحتة دي. قول اه. لي يعني بتشرح له حتة العملية ايه اللي مم. بيحصل بقى مم. يعني؟ قصدك ايه تفاصيل العملية؟ يعني هو دلوقتي عمل، انت قلت تحاليل، تمام. تمام، كونسلتيشن. اتكلمت معاه، شرحت له، هيأته نفسيا، صح وفي كده؟ وبحكي له الكونسلتيشن اتعمل له وبحكي له ديزاين، دلوقتي العملية هتمشي ازاي، احكي له احكي لي بقى العملية هتمشي وفي هتمشي ازاي. ازاي. وفي الكونسلتيشن برضو اتعمل له ديزاين مبدئي لشكل الهير لاين علشان يبقى يعرف يعني انت الشكل. عملت الرسمة، طبعا انت لازم بتتحكم. الديزاين يتعمل في الكشف علشان يبقى عارف ايه ديزاين. اللي هيحصل يعني هو بالظبط. مثلا انت ممكن ترسم له، يقول لك لا نزل لي الحتة دي شوية، ممكن. اعمل لي، صح بص، كده؟ رسم الهير لاين بيبقى زي هو يعني توافق ما بين الدكتور والبيشنت، بس برضه في الليميتس الطبيعي زي ما كنا بنتكلم على الحواجب دلوقتي يعني بغض النظر عن اي اكستريمز، لا لازم تكون في الناتشرال لوك، مم. في الفيشال بروبورشنز اللي هي الطبيعيه. مم. ما مم. ينفعش انك تكسيد الليميتس او كده. هي طبعا ليها مقاسات معينه بنقدر ان احنا ناخدها، بنقدر ان احنا نرسم شكل معين، يعتمد على درجه الصلع، بيعتمد على سن المريض نفسه. ينفعش حد يكون عنده 60 او 65 سنه وانزل له هير لاين تحت خالص يكون شكله فيك، يعني بيكون ملحوظ اكتر جدا. حاجة صحابي الصلع مش بيخافوا خايفين منه. يزرعوا بيحبوا شعر يزرعوا شعر بسبب الهير لاين بسببها طبعا، الهير لاين. ومعاهم حق. مظبوط. كلهم معاهم حق. مظبوط. بيتكلموا معايا في القصة دي، مظبوط. يقولوا لي معاهم مشكلتي حق لان مشكلتي الهير لاين. مظبوط. ليه؟ الهير لاين بيبقى باين ان انت زارع. اه حصل. طبعا طبعا. وانا بصراحة في قصة الزراعة دي يعني باخد بالي. مم. ففي ناس بتبقى لا سايبة شعرها، يعني يجيبوا قرع بس ما نزرعش ويبقى اه باين طبعا. اه ان طبعا. اه طبعا الصلع، الشكل الطبيعي، اصل الصلع الصلع ده ارحم طبيعي. من زراعة شعر فشل. هو في النهايه بيدور على الشكل الطبيعي. هل الصلع شكل طبيعي؟ اه ما طبيعي عادي خلاص، هو عنده مرض الصلع الوراثي اللي هو صح. من اعراضه الجانبيه ان صح. شعره وقع. مش هروح اعالج الشكل الطبيعي بحاجه فيك. مم. الوحيد او مش الوحيد عشان ما بقاش برضو ظالم يعني، بس من الناس اللي عملت العملية دي اه بيرفكت محمد صلاح. ايوه. محمد فيها صلاح جه في فترة كومنتس. رجع، مم. انا ما شفتش كده، بس هو ما شاء ايوه الله ده يعني حقيقه. بص عملها خليني اقول لك بيرفكت. حاجة، انت في ناس زرعة بتعدي قدام منك في حياتك كل كام يوم او كل يوم، انت مش هتعرفه. ومش بتاخد بالك انه زارع، مم. لانه ماشي. طبيعي. جامد. اللي بيتبقى اللي بتشوفه ايه، الزراعة الفيك او الزراعة اللي مش ناتشرال، الزراعة اللي فيها ديفولتس، نرجع ديفوهات. للجراح. بيرجع الجراح بنسبة 100%. 100%. الجراح بالظبط طبعا. تمام طبعا. ان هو يعملها فيك. فبيجي كونسبت ناس كتير قوي يقول لك ده انا بعرف الزارع. هو ما بالظبط. بيعرفوش ولا حاجة، هو الشاذ هو بيعرف الملحوظ. اللي زارع وحش. بالظبط. هو بيعرف اللي زارع وحش، اوكي. انما اللي زرع حلو انت بتشوفه زي اي بني ادم في ما هو ده المحشي، ما الطبيعي. تاخدش ما بالك. هو كده انه ده طبيعي، فاهم. فاهم. فده بيخلي ناس كتير فعلا تتخوف من الزراعه، لان اللي بيلزق في دماغه الزراعه الوحشه، اكيد الزراعه طبعا. الحلوه صح. العاديه، الناتشرال هير لاين. بالظبط اه. يعني انت كنت فاكر ان انا زارع وفوزي مش زارع، مع ان العكس، فوزي اللي انا زارع زارع شعر هو اللي يعني بس عليه it الدور looks يزرع. natural looks اوكي. good. ايوه اه. بصراحة صح. فده بيخليها ما تعدي، فالناس بيلزق في دماغها الزراعه الوحشه، والزراعه الحلوه اصلا ما بتتشافش. بص هو دايما كده في حياتنا دايما الحاجه الشاذه هي اللي بتبقى باينه. امم. امم. فاللي عامل زراعه شعر او هير لاين فيك ده اللي هيبقى ملحوظ ومتشاف. اوكي. برضو. فهي بتعتمد على حاجتين بقى، هاو تو ميك ا ناتشرال هير لاين. الديزاين دي اول حاجه اللي انا قلت لك عليها، ولازم في الكونسلتيشن دي اللي انا فيه برفض حالات كتير انا وبرعي. مهم. لو البيشنت مصر على طلب معين انا عارف انه هيكون فيك او هيكون شكله وحش، امم. اقول له سوري احنا مش هنعمل العمليه، امم. طلبك ده مش هينفع. اقتنع بكلامي طبعا، مش بيبقى كده، بس اقتنع بكلامي وفهم المعلومه اللي انا عايز اوصلها له، خلاص بنكمل الرحله بتاعتنا وبنبدا عملياتنا. اوكي. ما اقتنعش
خلاص انا مش هقدر ان انا اعمل حاجه يعني ماشي، حد يقول لك مين اللي عامل لك ده، يعني لازم فاهمك تو ميك فاهم. ات ناتشرال يعني. الراجل الديزاين، نعمل له ديزاين طبيعي، الست نعمل لها ايه ديزاين طبيعي. الحاجه التانيه التنفيذ. الامبلمنتيشن، التنفيذ بقى يعني مش بس ديزاين، التنفيذ مهم جدا. في طبعا اكيد تفاصيل طبعا، دي خالص، كتير ما حاجه ده جدا، زي طبيعيه. المهندس بيحط ديزاين وحد ايوه. تاني بينفذ. يعني في تفاصيل كتير اوكي. جدا عشان تميك ناتشورال هير لاين، كتير مم. جدا. الموضوع بيوصل انك تبقى شغال مايكروسكوبيكلي بالظبط. وبلوبس الموضوع ومكبرات. صعب، انا عشان كده قلت لك متخيل. احنا اوقات بنعمل ميكس بتولز كمان. انت علشان تعمل دخل ده شكل، في ده. ايوه بالظبط، علشان تاخد الرسمه او الشكل الطبيعي اللي انت عايز تعمله. وبعد ما بتصمم الامبلانت نفسها، يعني الخامه او التكستشر بتاع الجرافت اللي هيتزرع، بيتحكم في طبيعه الشعر، عدد اوكي الجرافت ماشي. المحطوطه بتتحكم في طبيعه الهير لاين. طب نرجع للعمليه، يعني نرجع نرجع للعمليه وكمل العملية، يوم الحته العمليه صح. بقى. يعني انت قلت لا خلينا، انا قاطعتك اصلي، اه فما بحبش برضو والله اقاطع، مش بس لا لا، مشكله، لا سامحني ما يعني. كلها معلومات مفيده عادي. انت اتكلمت بقى في حته الهير لاين، بتقول له الرسمه عامله ازاي. امم امم كمل بقى بعد كده ايه اللي بيحصل. ده في الكونسلتيشن دي خلاص اه. بقى، عملنا التحاليل وجابها، والتحاليل الحمد لله كويسه وتمام. نبدا نحدد ميعاد العمليه. طبعا في الكونسلتيشن بكون معرفه استيميتد تايم لوقت العمليه، هيكون اراوند فروم 2 اوكي. من كذا لكذا، عاده بيبقى ما بين 8 ل 10 ساعات، ده في الحالات الافريج. لو حاله مساحه الصاله عندها اصغر هتكون وقتها اقل، اكبر اكيد هتكون اكبر يعني. اوكي. امم بس في ايه تاني العملية جوه بقى العمليه؟ بتمشي ازاي؟ يوم العملية الصبح، ممكن بنبدأ بالليل، أول مرحلة، شرط لا الصبح، بنبدأ الصبح. ساعات بنبدا أول بالليل. مرحلة بتكون اللي هي اختطاف القنوات، وهنا فيها العيان. بنحلق له طبعا المنطقة الدونر لو هو هيعمل بحلاقة، لو هنعمل بدون شيفنج حلاقة مش بنحلق. بنعقم المنطقة دي، بعدين بنحقن البنج بتاعنا. القلم بيكون بسيط خالص. في ناس بتخاف من البنج قوي، اه يعني في ناس كتير اصلا طبعا. كتير كتير ما بتحبش كتير تعمل عمليه بسبب بسبب البنج. البنج، مم. كتير. وبعدين بيكتشف ان الموضوع طلع ابسط مما سهل. يتخيل. احنا لازم نتكلم في موضوع كبير جدا في مرحلة ما، اللي هو البلاك ماركت. جاي ماشي، لك فيه، انت فاكرني ده لازم يعني. انا كنت اسال، تمام. المهم اسالك في القصه دي. في البنج ده بعدها بنبدأ الاختطاف. اوكي. الاختطاف ده اللي زي ما قلت لك بياخد 3 ساعات 4. نايم فيها بقى، بينام شوية على جنب الشمال عشان ناخد من هنا، وبعدين بينام في النص عشان ناخد من هنا، وبينام في الجنب اليمين. لو مم. هناخد بقى من البيرد او التشست برضو بنبدأ نبرنج الاماكن دي. بريك بعديها نص ساعة كده بريك، وبعدين بيرجع تاني نرسم بقى الفاينل هير لاين. دكتور احمد قال ان احنا في الكشف بنرسم الشكل العام للديزاين. العملية بقى بنرسم هير لاين دقيق سيمتريكال، مفيهوش غلطة، مع كل بلان جوه. وبعدين نبدأ بعد ما نرسم الهير لاين، يا اما هنزرع بالقنوات المعدة مسبقا، او بالدايركت هير امبلانتيشن. يعني يا اما هنفتح قنوات ونزرع او فيها. بالدال نيدل امبلانترز برضه، يعني في اه اكتر من تول ممكن او نشتغل بيها يعني. يعني انت ممكن برضو زي ده النيدل ده، طريقة تانية ان احنا بنفتح القنوات وبعدين يعني بنغرز بري ميديسلاتس، بإقلام اللي هي بري برضو. ميديسلاتس وبعد كده تغرز باقلام. بس انت مش عايز من القلم سنه يبقى شارب، انت عايزه بس يبقى حاضن لك الجرافت وانت دخلت فيه في زي هو القناة. جراب او جيب، اه ياخد الجرافت وتنزل بيه لتحت. وتطلع فاضي، بس الجيب مفتوح. الغرض منه بس بتقلل المانيبيوليشن او ده اللمس ايا كتير في كان الجرافت. يعني. بس المريض بيطلع بقى من العملية عادي جدا. في ناس بترجع سايقة اسكندرية والصعيد بيطلع بعد وقناة. قد ايه؟ زي ما دكتور احمد قال برضو 8 ل 10 ساعات ده في افريج. الافريج. 8 ساعات 7 ممكن ساعات اقل ممكن اكتر على كده حسب يعني. البولدنس او الصلع عنده اه تقويه وعدد الجرافت. بس طب هي عمليه مؤلمه؟ لا. بص ما نقدرش نقول بينلس وما نقدرش نقول بينفول. بس في بينج. بص ما فيش نو بين نو جين، ده اولا اوكي. خلينا متفقين. هو اول كام شكه بس بتوع النيرف بلوك لحد ما نفصل العصب، دول اللي بيكونوا مؤلمين. امم وبندي سيديشن وحاجات علشان تقلل الاحساس بالالم، وقتها مش هيكون في حاجه يعني. امم فما مش هنقول بينلس ومش هنقول بينفول برضه. امم طب هو يعني وانت بتعمل العمليه دي بقى حاجه انا برضو عايز اعرفها، يعني امم يعني كام واحد بيبقى واقف بيشتغل، ولا هو انت يعني امم انت لوحدك، ولا بيبقى معاك تيم، ولا لا هي الشكل عمليه بيبقى زراعه عامل ازاي؟ الشعر تيم ورك. خصوصا في عمليات التجميل هي زي لعب الكوره كده والالعاب امم الجماعيه، هي تيم ورك. كل حد عنده حاجه بيعملها. معاك دكاتره مساعدين، معاك تمريض مساعد، معاك بيبقى امم طقم كامل. طبعا بيكون عارف الدكتور عايز ايه، متدرب معاك كويس، شغالين مع بعض بقالنا فترة كبيرة، فبنكون فاهمين بعض. كل واحد داخل عارف دوره هيعمل ايه، بيدخل على التنفيذ على طول. شوف على التنفيذ يدخل. بس انت اللي بتعمل قصه المايسترو الزراعه، طبعا، اه طبعا. لا هو ولا انت اللي بتشرف؟ لا برضو هو اي حاجة فيها انك تجرح الجلد
ده بالظبط الدكتور بيعمل. لازم الدكتور. جراح. يعني هجرح الجلد وانا بختطف، ده الدكتور. ده هجرح ده, الجلد وانا بفتح ده مش القنوات، كلامنا، ده كلام الاي اس اتش ار اس، الجمعيه ده العالميه طبي. لزراعه الشعر، هي اللي اقرت القوانين دي. هجرح الجلد وانا اي اللي جرح في بفتح الجلد الدكتور. القنوات، انا هحط حقنة، انا اللي هحقن. التمريض بيعمل ايه؟ التمريض ممكن بعد ما انا افتح القنوات هو اللي يغرز لي البصيلات دي في القنوات. لو الجلد اوريدي اتفتح، التمريض بيعمل ايه تاني؟ هو اللي بيلقم لي الاقلام اللي انا هغرز بيها دي اتش الشعر. اي او دي ان اي، كده بقى بيحلق لي الشعر كده، يعني اوكي. يلبس العيان. مسؤول التعقيم، الكلام ده كله. يعني هو تيم. تيم، طبعا تيم ورك. مش وان مان شو خالص. طيب، عمل العملية مم. بعد بقى مثلا 48 ساعة، عشان انا بشوف برضو فيديوهات غريبة، امم واحد دماغه بص، وارمة زي الالين في كده، الكونسلتيشن دي في وفي برضو، حاجة في مربوطة. الكونسلتيشن دي من الحاجات اللي كان لازم نوضحها، ان هو لازم بنبقى معرفينه ان في راحه، هي الراحه السريريه بعد العمليه ضروريه اول 72 ساعه. مثلا. دي راحه سريريه كومبليت بيد ريست، لازم هيستريح في السرير اول 72 ساعه. بس بنعرف ان احنا محتاجين اجازه يعني من بياخد 7. اجازة يعني. لازم اجازه من شغله من دراسته ما بين 7 ل 10 ايام. بنقابلهم تاني يوم في اركان ومش اهل مصر. بقابلهم انا خارجين بعد كده تاني وبقى يوم. في مشوار، انت خارج يعني كذا مره قابلت ناس من اوكي. الجلف وكده. ايوه. وقعدنا اتعشينا سوا وخلاص، هنعمل ايه. وفي مره انت قد حاجه، في مره برضو كنت في الجيم، فلقيت عيان يعني كان لسه فيه ريدنس كده بسيط في راسه من ورا وبتاع، انا شفته من ورا. فبصراحه شفت العمليه عجبتني، قلت يا ابن الايه جامده العمليه دي، حلوه قوي. يا ترى عملها فين ده؟ وزعلت قلت معقوله ما عملهاش عندي، يلا ماشي. انا شايفه من ظهر فبص لي، ازيك انت هنا بتعمل ايه انت؟ فالمهم انا فاكر عمليته كانت لسه قريب، قلت له احنا مش عمليه بقى لها اسبوع، قال لي 8 ايام، قلت له بس يومك وروح، انت قاعد هنا بتعمل ايه؟ في ما الجيم ده في ينفعش. الجيم ما ينفعش تمرين قبل 14 15 يوم على الاقل بعد العمليه. مثلا. وروحته قلت له روح. طبعا مش قلت ما ينفعش لمدة قد ايه؟ انا بقول الجيم 10 عن اه. نفسي. لا انا بقى دايما بخليني في الصفه التمرين بكثافه عاليه 14 15 ما يوم. هو اغلب عيانيني ببص في جسمه كده، لو لقيته مثلا شبه اقول له لا استنى انت شكلك عنتي. طب لا بيجي ليه؟ لي واحد كده اقول له يا عم بس بروح. طب ليه؟ انا عايز يعني انا سمعت المعلومة دي، بس ليه؟ الشعر لسه ما بقاش ثابت في القنوات بالدرجه الكافيه. بص يا باشا، عشان التحرك بص يعني، لا ولا عشان هقول لك. ايه؟ التحرك، ما هو زياده الضغط اه، مع الدم وكده. دي حاجة. الحاجة التانية الديماند بتاعك، كل واحد طماع لحاجته. يعني أنا مثلا لو أنا واحد جاي لي مثلا بيخس وبياخد منجارو، بس منجارو م- بيوقع الشعر، فبالنسبة لي ابعد يا ابني عن المنجارو، ده مش حلو ليا. اوكي. تمام. حلو. بالعكس بالعكس في ماشي. فأنا عايز أول 10 أيام الدم يروح اكسكلوزيف في شعرك. للعملية، عشان جسمك مركز يعمل مع شعرك. هيلينج ويعمل التئام سريع وهكذا. ما تروحش بقى تعمل لي بامب هنا وتشفط لي تنزلش الدم في تتمرن بقى، الظهر. والعضلات تكبر انا مش والكلام عايز ده. دمي فهمتك. يتشفط هنا، انا عايزه هنا. فهمتك. ف اه. فبنستنى 10 ايام لما يحصل جود هيلينج، وبعدين بقى ايه ممكن، وبنشجع على الكارديو اكتر من الويت ليفتنج. مم. الكارديو بيزود السيركيوليشن افري وير، فده هيطول، هيجيله بالحب اه، جانب زي ما بيقولوا. مم. انما بقى ان انا اعمل لور والدم كله وديد ليفت، ينزل تحت ومن كتر ما الدم ينزل من هنا الواد يقوم. احنا مم. مش عايزين كده، احنا عايزين طبعا ان هو البلاد فلو يبقى حلو في السكالب. اوكي. فده اللي بيخلينا نأجل. بلس الدكتور احمد قال الضغط برضو لما بيعلى قوي بتبقى مشكلة. حلو. فالمهم اجازته زي ما قلنا بقى من 7 ل 10 ايام. تمام. في الفترة دي بيبقى في شوية كراستيشنز، قشور بقى بتبقى مكان العملية نفسها، ما بين دم، ما بين تيشو بيبقى حوالين الجرافت نفسها. مم. بقى في بروتوكول معين للغسيل، والكلام ده بيكون في أول 7 ل 9 أيام بعد العملية. طول الفترة دي هو ملتزم بيها، وبكون شارحه له بالتفصيل. اوكي. يعني احنا بنعمل 2 فيزيتس في اول 10 ايام دول، زياره بعد 3 ايام نطمن ان العمليه تمام والامور كلها تمام، بيبقى في باندج ورا مكان الجرح على الدونر اريا، او انوي كانت الدونر اريا بيرد او شاست. نبدا نشيلها ونعمل تطهير كويس ليها، ونديله التعليمات الجديده ايه للاسبوع الباقي. امم وزياره تانية بعد 10 ايام نتاكد ان هو ايه كان ملتزم بالتعليمات كويس، وان كل الكراستيشن نزلت. ما نزلتش بنعمل عندنا حاجه اسمها جلسه تقشير، بنشيل كل الايه القشره اللي هي موجوده على الشعر المزروع. اوكي. ويبدأ نديله في اليوم ده برضه، في اليوم العاشر نديله البروتوكول العلاجي اللي هيكمل عليه الفترة اللي هي ايه بعد العملية. اوكي. وانت ذكرت حاجات زي التورم. تمام. اه. انت مم. يعني عايز تتكلم على السايد افكتس اللي بعد العملية على طول. ايه السايد افكت اللي بعد العملية؟ المريض بعد العملية هيشوف تورم في الجبهة. التورم ده انتفاخ مية تحت الجلد. يعني طبيعي جدا ان احنا لما بنتكلم في 4000 و 3000، يعني انت عملت 4000 جرح، مهم. 3000 جرح، فانت هتورم. مهم. التورم مش معناه ألم، التورم معناه انتفاخ بس ما مم. فيهوش ألم.
تمام. طبعا اللي انت ذكرته ده الاكستريم اللي بيبقى بيجو فايرال، مم. لما واحد يبقى قد عامل زي البالونه. الالين كده. ده لا ده مش ده العادي. ده اكستريم. العادي شويه هنا كده، شويه صغيرين بتاع، يعني موستلي ممكن يوصل حوالين العين وبيكون قليل. اوكي. تمام. دي اول حاجه العيان هيحصل له از سايد افكت. تاني حاجه، في اواخر العشر ايام ممكن يحصل له شويه تنجلينج كده، هرشان، مم. اريتيشن في اوكي. الدونر ده اريا. طبيعي يعني. طبيعي جدا. القشره اللي دكتور احمد اتكلم مم. عليها بتاخد من 8 ل 10 ايام عشان تروح. ريدنس، احمرار في الجلد برضو ده طبيعي. طبيعي برضه. وتنميل. احساس الجلد نفسه بالظبط، وتنميل في في نمبس كده السكالب، احساس ده برضو بياخد شوية وقت. دي السايد افكتس بتاعت عملية زراعة شعر، من أبسطهم جدا يعني صراحة. اوكي ماشي. يقول لك ايه، امم بعد شهر ايوه. الشعر بيقع. ناس بتخاف قوي من الموضوع ده. في مش خلال شهر شهر، كمان، مش في شهر. خلال شهر من تاريخ معظم العملية. بالظبط، معظم الحالات من اول 13 ل 14 يوم يبدا يحصل الشوك مم. فيز او اللي هي مرحله الصدمه دي. بس هو مش بيلاحظها غير عند 21 يوم، 3 اسابيع، اه شهر. لكن هي بتبدا هي ما اوفيشال بتبقاش من ملحوظة في 13 ل الأول 14 يوم. يعني. ما بتبقاش ملحوظه في الاول لانه مش بيقع من دي 1 كله، الشعر المزروع. تدريجي. تدريجي، تدريجي اوكي. مزروع، والريت بيزيد. والريت بيزيد. فاكر السايكل اللي حكيت لك عليها، الاناجين اه. وكده؟ الشعر ده كله كان عايش في الاناجين امم. سنين. انت بقى خدته، طلعته بره الجسم، امم. ورجعته مكان جديد. والمكان الجديد ده هو لسه ما وصلوش بالظبط. تغذية دموية مباشرة. ده بالعكس كان بيتغذى على اللي موجود لحد ما بعد 72 ساعة بدأ يوصل له الشعيرات بتاعته، بيتصدم. اوكي. يقوم داخل في باي ذا واي كمان ده الفيز. هو بيطول. يعني هو اول 14 يوم دول بتلاقي اه الشعر بقى اطول شويه من يوم الزراعه، حصل شوية، وبعدين بيطول، يقوم بعد كده يروح داخل في الشوك فيز بتاعته. يتصدم بعد كل الرحلة الصعبة دي، المريرة دي. فيقوم داخل فجأة في طور الشيخوخة والسقوط. بالظبط. اللي بيقع الشعراية الجدر عايش، بس دخل في الطور بتاع التيلوجين فيز أو طور السقوط. والدور ده في السايكل زي ما قلنا بياخد 3 شهور، ويرجع اناجين فيز جديدة بقى سنين إن شاء الله. يعني النتيجة المبدئية المريض بيشوفها امتى؟ انت اول 90 يوم او 3 شهور دول اللي قلنا فيهم دول شوك 90 فيز. يوم. 90 يوم مفيش بتبقى حاجة. الراوند 90 يوم. في ناس لا، يعني في حالات بس استثنائيه كانت عند 90 يوم كانت بدأ يظهر لها نتيجه. بس هو الافرج 90 يوم، 90 بتختلف يوم. من شخص للتاني بس مش فرق كبير قوي. مم. يعني دايما الكلمه اللي بنقولها للعيانين عندنا، انت اليوم ال 90 هتبقى قريب من زي يوم العمليه قبل ما نبدأ الصف. ده لو يعني الشوك فيز شعره كملت يبدأ ينبت بعد 90 يوم. بيبدأ بعد 90 يوم، مش برضو من اليوم ال 91 او اليوم ال 100 هيطلع بطول سنتي، لا، تدريجي. اوكي. تدريجي ده على ما تشوفه يكون واضح من 3 ل 4 شهور. بعد الثلاث شهور الاولانيين نبقى نتكلم في اجمالي ايه، من 6 ل 7 شهور. معاك لحد سنه، سنه ونص بعد العمليه عشان تاخد فاينل ريزلت. مم. سنة. فاينل بس انت من 6 ل 7 شهور شايف نتيجه شبه نهائيه. اه. بتتكلم فاينل ريزلت من سنه لسنه من ونص. 6 7 شهور برضو حوالي 60 70% من بالظبط. الفاينل ريزلت. اوكي. هو الشعر بينبت تدريجي، يعني مش كله هينبت مرة واحدة. وكمان الشعر اللي بينبت مش بيوصل لسمكه النهائي لما يحصل فول ماتيوريشن لا، بياخد وقت طبعا. في الأول يطلع هايش كده. مم. لأن الشعراية بقى تشريحيا لو شقتها بالعرض وبصيت عليها كده عبارة عن لايرز. كورتكس، قشرة خارجية ومضلة نخاع الشعراية. هي بتطلع الأول بس الكورتكس كده فتلاقيها هايشة. على ما كله يملى بقى وبعدين على ما يخش فيها المضلة بتاعتها السمك كله يوصل عند السنة. اوكي. فهو بيفضل يشوف تحسن في عدد الشعر اللي طالع، وبعدين سمك الشعر اللي طالع لحد سنة. طب بالظبط. انتوا برضو بتتكلموا في فترة طويلة. امم امتى الواحد بيبقى مبسوط. لا مش هيبقى مبسوط بقى؟ ما هو انت ممكن يبقى فيه زي ما انت بتقول كده حاجات سايد افكت، شعر خفيف، حاجات شعر مم. بيقع برضو لفترة طويلة. امتى الواحد ممكن يعرف ان العملية دي فشلت لا قدر الله يعني؟ سنة لسنة ونص. لو النتيجة ما مش مظبوطة أكيد خلاص مفيش يعني مش مفيش هيعرف جديد. في خلال السنة. لا، في تيل تيلز، يعني انت بتبدأ تتوقع زي عند الشهر الثامن السابع ممكن التاسع. لكن ما قبل بين كده لا. الثامن للتاسع أنت كدكتور بتقدر تتخيلها. طب ايه قبل. اكتر حاجات الناس بتشتكي منها بعد ما بتعمل العملية؟ شعر بيقع. ليه بقى؟ ليه؟ هو كان زمان قبل ما يصلع كان شعره بيقع، حصل له صلع. طب زرع شعره لسه بيقع. هو شعرك مش بيقع. هي دي السايكلز اللي دكتور احمد اتكلم عنها بقى، النورمال اللي هو من 50 ل 100 شعرايه في هو السنه. يعني تروماتايزد. بس هو عنده هيستوري قديم. لما شعري وقع يا دكتور، ما انا شعري وقع كده. هو ايوه بيبقى ماشي، ده تخيله انه اللي الطبيعي. بيقع عنده ما تروما. بيطلعش تاني. عنده تروما. تروماتايزد هو ودي اكتر كلمه بتبان قوي عند 7 شهور.
يا دكتور انا شعري بيقع، اقول قبل كده ما كانش بيقع عشان ما كانش فيه شعر، اه دلوقتي فيه شعر، تاني تاخده حاجة فجأة طبيعية. العيان لو هو مثلا نص شعره لسه بيقع ونص واقع، اه اللي كان لسه بيقع ده كان مالي عينه، كان حلو يعني، امم مالي عين، بس بعد المزروع ما بيطلع المزروع ده بقى ايه، تقيل تقيل وكثيف وتخين، و... فيبدأ بقى اللي كان قديم ده ما عادش يملى عينه، يبدأ بقى ايه ما يعجبوش استكشر، خفيف قوي وبيخف، فيبدأ بقى تلاقي بقى خلاص عايز الباقي بقى، عايز يتكلم في الباقي. اوكي. طيب يعني النتيجة النهائية بعد سنة تقريبا، اه اولموست سنة. almost. مم. يعني 10 شهور 11 شهر، لا من 12 ل 18 لا هي شهر. الكتب انا بنتكلم في من 12 ل 18 شهر، سنة لسنة 18. ونص، سنة لسنة ونص، سنة ونص. ده اللي في الكتب. بس هو في خلال الوقت ده هو مبسوط المفروض مبسوط اه من يعني طبعا، بعد هو ما من 6 ست يبقاش شهور من 6 ل7 شهور اصلا، يعني النتائج كتير. انا زي ما بقول لك في حالات استثنائيه، مش هقول لك كتير، اه عند 90 و100 يوم كان في نتيجه، في ده نتيجة. استثناء، ما ده ينفعش نادر نعممه، قوي. يعني ما ينفعش نعممه يعني. طب في يعني سمعت ان بعد العملية برضو في بخاخات، صح كده؟ في ادويه بيمشي عليها اللي هو حاجة بتبقى اسمها مينوكسيديل مينوكسيديل. طبعا. امم المينوكسيديل ده هو عايز اعرف بس هو آمن الأول؟ طبعا فيري سيف، اه، واف دي طبعا ابروفل طب طبعا، اه، بيمشي المريض عليه قد ايه؟ forever. فور لايف. بس هو مش للزراعة، هو مش علشان هو مش النتيجه الزراعة، تتحسن او مش عشان النتيجه تطلع. ده علاج الصلع الوراثي اللي كنا بنحكي عليه. الصلع الوراثي مرض مزمن، السكر مرض مزمن، الضغط مرض مزمن. مريض امم السكر ده عاده بياخد انسولين. امم مريض forever. الصلع وراثي انت مش بتزرع، انت مش بتاخد العلاج عشان النتيجه تطلع، هي النتيجه هتبقى كويسه ان شاء الله ما دام العمليه معموله مظبوط، بس احنا عايزين نحافظ. انت زي خدت فرصه تانية، من اوكي الاخر يعني، انت زرعت شعر، اخدت فرصه تانية لانك تحافظ على شعر. مش احنا، وايوه الشعر المزروع مقاوم بدرجه كبيره، لكن مش مقاوم 100%. بس هو مش دايما، احنا مش بنعمله للشعر المزروع، احنا كنا بنحكي ان هو المريض كل شوية هياخد شوية يقع شوية ونروح نزرعهم، قلت لك في علاج عشان ما عادش ده يحصل، امم واوقات في علاج الاول اشترط على المريض يمشي عليه 6 شهور قبل ما يزرع، هو المينوكسيديل. طب ايه هو المينوكسيديل؟ الدواء ده المينوكسيديل يعني ده عبارة عن ايه؟ كان في الاساس دواء ضغط، اوكي بيوطي الضغط. عشان ينزل الضغط لانه هو فازو دايليتور، بيفتح شعر الدم. اكتشفنا ان هو بيطلع على شعر، يعني المرضى بيطلع لهم شعر، اللي كان عندهم صلع وراثي شعرهم بيتقل بيه جدا، ماشي. فدراساته بتاع طلع بيزود الضخ الدموي بشكل جبار، لان اي حاجه بتوطي الضغط الدم عن طريق ان بتخلي الاوعيه توسع. يوسع مظبوط. تمام. ما يوصل اكتر. فاستخلصنا منه موضعي على شكل بخاخ رذاذ، تمام، بيوسع الاوعيه. هل هو آمن؟ اف دي اي ابدا ابروف ابروفل، بقول من لك واخد ابروفل. التسعينات، يعني هو واخد الترخيص منظمة الصحة والدواء العالمية من التسعينات، ومنه تركيبات كتيرة، ممكن اورال، فموي، موضعي، اوكي. جل، فوم. وبقى خلاص يعني ملايين البشر استعملوه واتعمل عليه مئات الأبحاث، آمن جدا، وفي البراكتس بتاعي بستعمله مع يانيني من أول ما بس اشتغلت. ده ياخده forever forever على forever. طول؟ بخاخ، بيزود الضخ الدموي في جلد الراس، فبيزود من عمر الشعراية وبيخليها ما تقعش أسرع. اوكي. غير ده المعروف عنه، في حاجات تانية عنه لحد النهارده مش معروف ايه الميكانيزم بتاعها، ان برضو بتخلي الاناجين فيز للشعر المصاب بالصلع الوراثي يطول، ويقال ان هو بيعمل زي انسيليتور او مم. عازل مؤقت، بيعزل الجدر عن الدي اتش تي، يقف بقى اوكي. ايه سد كده ما بين الدي اتش تي الهير فوليكل، فيخليها تشم نفسها من مم. الدي اتش تي اللي بيأذيها، فدول دورين بيعملهم المينوكسيديل. مش اوكي. بس مينوكسيديل كمان، ولازم تكومباين مع فيناسترايد. اسأل على المينوكسيديل لا هو احنا بنتكلم دلوقتي في ايه، العلاج اللي بعد العملية، او علاج الصلع الوراثي. مش بس مينوكسيديل، فيناسترايد طب كمان ما مع هو الصلع الوراثي. الفينسترايد ده انا سمعت عنه بقى كلام، امم ولا آه، ايه بقى؟ حصل، في كلام. بس هو في برضو ايه؟ اف دي اي ابروفد بالظبط. ماليش من دعوة، مع كامل 92. احترامي. طبعا انا عارف ان هو انت واخد ما ابروفل. بتعتمدش. السايد افكتس اللي بنتكلم فيها المذكورة في الكتب برضو الموجودة نسبة 1%، زي أي دواء واحد ليه ل سايد افكتس. 2%. اللي اي مفيش هو دواء في العالم ملوش سايد هل افكتس. هو اسمه معلش اسمه فينا ايه؟ فينا فيناسترايد، فينسترايد. فيناسترايد. الفينسترايد هل يس. هو بيأثر فعلا على الخصية؟ لا ما لا يأثرش على خالص. الخصوبة، يؤثر على قد قد يؤثر يؤثر على بالظبط. الانتصاب، مش اوكي. الخصوبة. يعني اوكي. الخصوبة حاجة قد يؤثر دي اللي 1 ل 2% والانتصاب بنتكلم حاجة فيها. تانية، تمام، قد يؤثر على الانتصاب نسبة 1 ل 2% من في ناس المستعملين. بتاخده؟ اه طبعا كتير كتير جدا، جدا. كتير جدا جدا جدا. مفيش حد يعني، مفيش شكوى سمعناها قبل انت كده. البنادول ممكن يعمل لك فشل كلوي، بالظبط. هي الفكرة في النسب، هل النسبة
حلوه تخليني اغامر. انت لو داخل اي بزنس اي حاجه نسب، انت بتحسب نسب وتحسب حسبتك وتتوكل. هل النسبه حلوه ولا لا؟ دي نسبه 1 to 2%، دي مشجعه جدا من كل 100 واحد او اتنين. تاني حاجه ريفرسبل، تمام؟ يعني لو بعد الشر اتضح ان انت بقيت تعيس من حظ، 1%. ريفرسبل، بطل هترجع بتبطل كويس خلاص يعني. هترجع هو تمام، مش مش حكم، الريفرسبل انك مش انك حكم هيحصل لك نهائي، مشاكل دايما، لا. مش مجرد حكم ما نهائي. كرونيك توقفه، يعني. مجرد ما توقفه المشكله هتروح. مهم. والمشكله التسارع الوراثي هترجع. بس احنا لو فهمنا للمرض، لو فهمنا المرض خلاص كل حاجه سهله. امم انت لما تفهم ان الصلع الوراثي ده سكرونيك ديزيز، هو مرض بس مزمن، حتى انا يعني لازم هيبقى في كوميتمنت مع علاج او مع دواء، خلاص المشكله اتحلت. امم المشكله عندنا في المينتاليتي بتاعت العيانين، يقول لك انا هزرع شعر، ليه اخد دواء بقى؟ وفي اللي يقول لك انا هاخد كيماويات، انا ليه اخد كيماوي واتعرق كيماوي ايه؟ يقول لك لا انا مش هينفع اخد كيماويات، انا ما كنتش زرعت شعر بقى. فاهم؟ نسمع الكلام ده كتير يعني. طيب احنا حكينا عن السايد افكتس بتاعت الفينسترايد وما حكيناش عن دوره في الصلع الوراثي. ايه دوره في الصراع والوراثي؟ احنا ما قلناش احنا بناخده ليه، احنا بناخد ماشي، مينوكسيديل قلنا ما عشان انا فازو انا دايليتور احنا ويوسع لسه انا شرايين لسه ما الدمويه. اتكلمتش يا جماعه، أيوة. والله يعني لسه جاي فيه. الريسبتورز او المستقبلات اللي الدكتور احمد اتكلم عنها، اه، اللي هي بتاعت انا اللي انا اعرفه ان هو يعني بيشتغل على قصه دي اتش تي، صح؟ يس، بالظبط. هو بيقلل كميه الدي اتش تي في فار والراس، مم. تمام. ف لا انا مذاكر يعني. لا لا انت جامد. شاطر، برافو. على وضع. اه. هو بيقلل الدي اتش تي في فار والراس، فالبصيله اللي هي بتتاذى منه مش خلاص. لما بتدمج بقى الدوايين مع بعض المينوكسيدil والفينسترايد، يبقى انت دراماتيك ريسبونس حاجه. الجرافت من ناحيه عزلته بالمينوكسيدil، ومن اوكي. ناحيه تانية اصلا كميه الدي اتش تي اللي بتاذيه قلت، اوكي. فيشم نفسه جامد. انا بشبهها هوب دايما بقى. للعيانين بتوعنا، انت زي بتبني بيت، انت قاعد بتبني في البيت فوق، في حد تحت قاعد بيكسر لك فيه. مم. الفينسترايد هيوقف اللي بيكسر، المينوكسيديل هيبني. مم. فاهم؟ كلام جميل. لكن ما ينفعش تبني وحد تحت بيكسر، وما توقفش اللي بيكسر وما تعليش، ما في تبني. نسترايد في علاج الصلع الوراثي اهم بكتير لو هنقارن. احنا اه، كده ايه كده ايه اكثرهم تقنيا اهميه؟ فينسترايد اقوى، الفينسترايد اهم. بيحل جذور انا المشكله. شغال في هرمون، اهم. هو الهرمون بيجيب من الاخر، معروف في اي حاجه يعني. لا هو مش شغال في هرمون، بس الكلمه دي برضو بسمعها كتير. يا اقصد دكتور يعني، بلاش لعب في الهرمونات، يا دكتور احنا مش بنلعب في الهرمونات لا واحنا اقصد كمان. ان في هرمون داخل في القصه، فالهرمون ده في بيبقى حاجه قويه في مش حاجه الاوساط ضعيفه. العلميه بيسموا الدي اتش تي هرمون ده تراش هرمون. تراش. تراش هرمون. زباله يعني. ايوه. اوكي. يوسلس. والفينسترايد لو انت بقى من 99% او 98% المحظوظين، ليه جود بنفيتس على الكوجنيتيف فانكشنز، على السي ان اس مم. وعلى الكارديوفاسكولار سيستم. ليه امم. فوائد كتير جدا جدا، لان هو انت لما انا بقول لك هرمون. يعني عاده لما بتكون رياضي، دبل اكشن، مفيد فظيع جدا، طب مفيد ما جدا يعني. ما بقول لحد لك رياضي وبيلعب هرمون. في جيم فظيع، وكده، رهيب. ايوه لان اكيد انت هو اصلا الدايهيدروتستوستيرون بيطلع منين؟ التستوستيرون. مم. يعني لو جسمك بيطلع 10 جرام تستوستيرون، امم. بيتحول. جرام منه او اتنين بيروحوا دي اتش تي، نص جرام او كميه بتروح لاستروجين وبروجستيرون، والباقي الجزء ده اللي ما تحولش فضل محبوس از تستوستيرون. لو انت بتتمرن او لو انت بس اكتف از لايف ستايل هتستهلكه. العادي، هيبقى بينيفيشال، هايلي بينيفيشال ليك. تيجي المشكله فين بقى؟ لو انت ما بتستهلكوش وكسول وقاعد، هيتحول لاستروجين وبروجستيرون، استروجين ولذلك ده الناس بقى ده هرمون انوثه. بالظبط، ده بقى اللي امم بيعمل ايه ريكسادس فانكشن، او اللي هي مشاكل يس، الاتصال. ومود سوينجز بالظبط. وجاينيكوماستيا. بس ده كله بقى بنسب يعني جاينيكوماستيا 0.5 اصلا percent. المور لايبل بقى لكده اللي هو واحد اللي هو الستيريوتايب بتاع جيمر جنبه كيس شيتوس قد كده، ايوه. قاعد في الضلمه بالليل باي وبتاع ذا واي احنا من بس. نفسنا ما بنلاقي حد كده، ما يعني احنا اه، بنقدر نقيم البيشنت. ولو بادي بتاعه فاتي قوي بالظبط. عنده برضه بيلي كبيره او كده، لا. الفات ده كله استروجين اكتر، يعني ده طبعا. بيبقى مور لايبل، يعني ده طبعا. على السكيل يتزعل واحد. احنا بنقدر نعرف ان ده ممكن يبقى من 1 ل 2%، فعاده بنخليه يتجنبه اصلا. بلس ان احنا بقى بنمونيتور الكلاينتس بتوعنا كويس قوي اول شهر واثنين وثلاثه، تمام. وبعدين ممكن نتابر الدوز، بدل ما كان ديلي يبقى every other day، لا مرتين. لا نسويتش للبرودكتس الجديده اللي بقت توبيكال، يعني من توبيكال، ما فالاعراض الجانبيه بتكون بنستسلمش، اقل يعني. ما بنستسلمش نظرا لاهميته في علاج الصلع الوراثي. اوكي. طب يا دكتور برعي، ما اتكلمني عن الاسعار شويه صحيح؟ اسعار ما ايه؟ مش جايب انت سيره الاسعار خالص، عمال انت ما بتكلمني سالتش. علمي علمي علمي. لا بجد يعني انا عايز اعرف يعني. طبعا الاسعار اكيد بتختلف حسب الحاله يعني، صح؟ ايوه ايوه. بس يعني اتكلم، قول لي تقريبا العمليه دي عشان الواحد يعملها بتتراوح من كام لكام؟ طيب بص يا باشا،
احنا في global average price. مم. global average price للهير ترانسبلانت كان زمان around 5000 يوروز او دولارز. مم. مع دخول تركيا الخط مع بداية الألفينات وكده نزل ل around 1500 دولار أو يورو. 15 ماشي، يعني احنا 1500 هنا في يورو مصر دولار. بنعملها مصر بكام؟ بقى، مصر قول في لي السعر في المصري ما هقول لك تقوليش السعر. في مصر تنوع كبير برضو في السعر. اوكي، في من أول ما في بلاك بلاش ماركت. من انا اول جاي لك في خليني البلاك خلينا اشيل ماركت. بلاك ماركت. ما يعني انا بنعملهاش خلينا بفلوس ايه يعني هقول لك جو، ما مثلا بنعملهاش بفلوس، ما بناخدش يعني فلوس. بص انتوا بنعمل طيبين مقايضة يا يوسف، بنعمل مقايضة مع انتوا طيبين في قوي. الكلام ده متسجل، ما بنعملهاش بس بفلوس. هو ماشي. يعني هقدر اقول لك ان ممكن ما تقولش، يبقى ما تقدرش الفير تقول، برايس. ما تقدرش تقول ما انا همتنع عن الاجابه، بس هو الفير برايس من بعد مش من بعد ولا من قبل. لا بس هو يعني المفروض 3 الا برضو ربع. اراوند نفس الجلوبال افريج برايس. على فكره ما عنديش مشكله، انت لو مش عايز تقول، لو ده حاجه بتضر لا انا بقول يعني لك ما مش سعرنا تقولش يعني. احنا، انا بقول لك السعر السعر في مصر الفير. بكام؟ مش انتوا، مش بتكلم يعني عليكم، اوكي، السعر في مصر بكام يا جماعه؟ السعر في مصر ممكن يبقى جود برايس، اه. وفي دكاتره زملاء اه. بيتشارجوا اراوند من اول 800 دولار كده. طب يعني بالدولار ليه؟ يعني قول لي بالمصري يا خليها تقريبا. بالدولار باشا عشان من لو الاسعار 40. غيرت ما يتغير بين 1000 بعدين. دولار ل 2000 انا دولار. عايز، يعني عايز اعرف من 1000 عادي. الافريج كوست بتاعتها علشان يكون دكتور كويس اوكي، ايوه ونتائج بالظبط. كويسه وريزلت مضمونه، ما بين 1000 ل 2000 دولار مثلا اتليست يعني. سي 50,000 جنيه، 100,000 جنيه من تقريبا. هنا بقى الرينج ده اه في بخمسة بقى وبسبعة في مصر. لا لحظة واحدة. ده مم. البلاك ماركت بقى طيب اللي كل ما بلاك هنتكلم عنه. ماركت، بلاك مم. ماركت في زراعة الشعر، مم. مم. يعني ايه اصلا؟ يعني ان اللي يعمل العملية from A to Z مش دكتور، مش بس يعمل واوقات العمليه، ممكن ما يبقاش حتى هو ممرض، المكان كله اصلا مش ما مرخص. فيش فيه ولا تراخيص علاج حر ولا مم. ترخيص من وزاره الصحه هو ولا ممكن من يبقى نقابه مرخص اطباء. بس ده بامتياز. يمكن ستيب اعلى شويه، بس حتى اه سواء كده هو ما فيش دكتور اصلا موجود، ولو في دكتور هو مش فاهم اصلا ايه اللي بيتعمل. وممكن يعني واحد ينتحل صفة الطبيب حتى ويكشف مم. عليك. يعني في فكرة ان واحد يجيب دكتور يقابل المريض، دكتور حقيقي بس هو مش فاهم حاجة، هو جايبه التاني يقابل المريض، وساعة العملية يفاجئ ان مفيش حد تاني دكتور خالص. وحد لا تاني. ده انا عايز اضحكك، ده في ناس منهم بتسمي الكشف اللي هو الطبي، اللي انا بقول لك انا عندي تولز وادوات بكشف بيها وبقيم بيها وشرحنا الكشف عامل ازاي والهاصل بتاعه عامل ازاي، يقول لك المعاينه، انت هتيجي تعمل معاينه. معاينة. معاينه وفي الأسوأ طبعا معاينه دي اللي هو يعني يبص على راسه كده يقول له انت حلو ادخل. وفي الأسوأ طبعا ان هو ايه العيان يجي على العملية اصلا هو عمره ما شافه قبل كده اه ولا ذاكره ولا عمل له بلان مخصوصة ولا اي حاجة، هو جه اوكي. اتقابله الصبح على سرير العملية. ده ممكن لو عيان مسافر ممكن تعمل معاه تمام. اونلاين ده كونسلتيشن. البلاك ماركت، مم. ان انت اللي يقوم بالعملية اللي هي الجراحية الطبية دي كلها شخص مش طبيب مش اصلا، دكتور. مش مؤهل. والمكان كله ما فيش فيه اي دكتور، ما فيش فيه اي طب. ليه؟ هم شايفين ان زراعه الشعر دي صنعه، مم. فانت بتعرف تعمل كذا يبقى هتعمل. لا طبعا. طبعا، بعيدا عن لا صنعة، طبعا. عملية بنج موضعي مش اه بالظبط، محتاجة مستشفى. مش محتاج دكتور اه, تخدير معاك آه او جهاز تخدير، مش انا الدكتور مش محتاج جهاز تخدير واكسجين اوكي. كلام بلس من ان ده. هي التولز. طبعا احنا بنستعمل تولز غالية جدا، بس انت ممكن تعملها بتولز ببلاش مش تعتبر. بس بلاش، حتى لو هتجيب التولز الغاليه جدا، التولز دي زي السرنجه كده مثلا، شبيهه بالسرنجه، هي استعمل يعني قلم الدي اتش اي او السفاير او الكلام ده، ده سنجل يوز، ده ديسبوسبل اللي هو مره اه واحده. هو لا، ممكن يستعملوا 100 عيان، 100 مرة. بيعمل ممكن يغسلوا بميه، ممكن يغسلوا بكحول ويشغلوا ده طبعا طبعا. يعني فهتلاقي التكلفه العاليه بتاعت التول او الاداه خلاص بقت ما فيش، ما اتوزعت على كام عيان. في المقابل انتشر فيروسات وعدوات مختلفه. لا وبيأذوا عيانين، اما بيأذوا عيانين أذية صعبة. يعني عيان يبقى شعره شبه القنفذ كده. باي ذا واي، يعني انا هقول لك جالنا بيشنت. انا ساعات بشوف حاجات غريبة على فكرة. مم. انا هقول لك احنا جالنا بيشنت في مره هو من الجلف، مش هقول في بلد ايه يعني، وكان زرع في تركيا. تركيا فيها بلاك ماركت كبير هم جدا، هم أصلا اصل البلاك ماركت في تركيا تركيا، هم اللي اكيد. نقلوا الكونسبت ده للعالم كله، اه فكره تكنيشن وما يكونش دكتور مم. وكده، هي بدات في تركيا. هم اللي رخصوا المهم السعر هو كلها. جاله اتش اي في، جاله ايدز من العمليه هناك. اه هو العمليه وحشه، اه بالظبط، ونتيجة وحشة. نتيجه سيئه جدا، ما خدش نتيجه. استغفر الله العظيم. اه ما خدش نتيجه، كمان النتيجه بتاعته كانت وحشه، يعني مش بس هو جاله اتش اي في ولا ايدز والنتيجه وخد نتيجه حلوه حتى، لا هو ما خدش، خسر فلوس، جاله عدوى فيروس لعين، ما خدش نتيجه. يعني مم. ما كان وفر فلوس وقعد في البيت وما عملش اي حاجه وخلاص يعني. طب انا بخصوص القصة دي، يعني انت ممكن حد يبقى عمل مثلا عملية
وفشلت يجي لك وانت تصححها له ده مثلا؟ طبعا ده احنا كل يوم ده احنا كل يوم مركزنا متخصص متخصصين في في الافراد. الريفير سيرجريز. طب انا مش بعمل اعلان يعني، عايز اعرف يعني قولوا انتوا اللي بيتفرج المكان اسمه ايه؟ احنا عيادتنا اسمها تركي هير كلينيك، اوكي. موجودين في الدقي في ميدان المساحة. اوكي. بنشتغل من 2019 established، بس طبعا انا ودكتور احمد من قبل كده كنا بنشتغل في الهير ترانسبلانت، بس احنا we established our clinic in از كونسبت تركي 2009. كلينيك از كونسبت من 2019. اوكي. مم. ماشي. احنا بقى بنعمل اصلاح كتير جدا جدا مهم. جدا جدا جدا. مم. زراعات فاشلة في تركيا، في الجلف، حتى هنا اكيد. وهنا ده وهنا اكيد، في المانيا. المانيا المانيا. ما هي مش المان اللي زارعين له مش يعني. المان مش الاتراك المان دول اتراك برضه الاتراك دول فاتحين زي في البليج، اه. زي الوباء، فاتحين في اه. المانيا وفاتحين في فرنسا اه. اه. وفاتحين في اسبان، في الخليج، وهكذا يعني. مهم. احنا بقى بنعمل اصلاح. طبعا اوكي. في فرق بين اوقات عمليه جراح عملها مثلا المريض مش راضي عن الكثافه، ده مش فشل او مش تشوه. احنا بنتكلم واصلاحها بقى بيكون في سهل. اصلاح، يعني مثلا زرع له شعر في منطقه اصلا جبهته، هير لاين فيك ده اللي بنتكلم فيه، شعر هير في لاين اللي هو جبهته الغلط ده. دي حاجات فمثلا التشالنجنج بقى مش شعر في الجناب هنا وطالع عامل كده، آه. انت طب ايه يا جماعة متخيل؟ ده زوايا بجد يعني الشعر نفسها، يعني حرام مثلا والله. المفروض الهير لاين بتاعه يكون زي كده، لا يروح اه نازل له يعني كده تحت هنا وعامل كده. عايز اقول كل لك مطلوب منك كل ده، ده مطلوب موضوع منك كل ده بايظ تصحح. خالص يعني. اه يس، يعني تشويه، ده اسمه تشويه. تشويه، ايوه مناطق تشبيه منحى الصلع، شبه مناطق منحى شبه متدمره. الصلع ارحم. وفي حالات بتوصل طب انتوا مش التصحيح بيبقى عبارة عن ايه معلش؟ انا اضيف لك قبل اه. التصحيح، في مناطق في حالات اصلا بتوصل ان الريبير حتى مش هينفع. او بيحتاج بقى تخش عمليات كبرى وبنج كلي وما تسيبش ما شعر ده اللي بقى، هينفع. وما تسيبش في شعر حالات في مش هتنفع يعني. جسمه. اتذكر كان حد برضو من الجلف وقال لي والله بدفع لك مش عارف كام، قلت له مش هينفع خلاص، شكرا. مفيش اغلى من الموضوع صعب يعني قوي على عفوا فكرة يعني. لقد نفذ رصيدكم خلاص. صعب، موضوع صعب مم. مش. رصيده من الشعر خلص. بنصلح ازاي؟ لو في شعر في اماكن غلط بنشيله اه. بالاقتطاف، لو في اه. شعر زوايا غلط بنشيله ونعيد توزيعه تاني. تعيدوا التوزيع لو كده ادونا الشعر، الاريا لسه دي اهله. اصعب حاجة تقريبا، اه دي طبعا، دي لو كده كان في اصعب حاجة. الجلد ده ما عادش جلد مش جيل طبيعي. برايم، بقى م-م. فيه فايبروزس، بقى فيه تليف من الشغل اللي فيه قبل كده. موضوع صعب والناس قوي. دي مش بتشتغل زي جراح بقى بريسايز، لا لا. ده بيقطع. جزارة حاجة. فالهيلينج بروسيس نفسها زي ما قلت لك بتلم بعد كده بفايبرس تيشو لا بتسيب لازم تليف. الناس طبعا قبل ما تعمل عملية زراعة الشعر يعني سيرش ما سيرش 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 يعني وتحرك، تذاكر ومش اي وتاخد حد. اكتر من رأي، ياخد اكتر بالظبط. من رأي ويروح لاكتر من حد، فكر ويروح للشخص اللي هو مرتاح له. انت ازاي يعني ده بعد تزرع، سيرش كتير كمان يعني. تزرع ازاي؟ ايه الزراعة اللي ب7000 جنيه دي ولا ايه ده ب6000 صحيح ده؟ جنيه دي؟ الناس بتخلصهم انا لو قلت في، لك الكوست بتاعت التولز بتاعتها لوحدها اكتر من الكلام ده بكتير جدا، يعني ازاي حد بكتير يزرع لك جدا. شعر يقول لك ده ب ده 10000 جنيه؟ كوافير يعني، هي لو راحت وكمان كوافير الخبرة، هتدفع لا مش بس 7000 كده، جنيه ولا لو دلوقتي. نتكلم كمان في دكتور، خبرة الدكتور بتفرق في السعر. وبسبب كده بقى اصحابك كلهم متخوفين للاسف، ربنا جدا ينتقم بسبب الحاجات جدا. اللي وفي دايما ناس الوحش، في ما انا هقول ناس لك اعرفها يعني جو، هو لا دايما الوحش، بيبان دايما عليهم الوحش بصراحة. المتشاف، ما هو دايما الوحش متشاف. عاملين اقصد العملية، يعني في ناس اعرفها عاملة عملية لا بيبقى باين الهير لاين. دايما الوحش هو اللي متشاف. اكيد طبعا. اكيد، ما هو لو زرع حلو انت مش خلاص، هتعرف ما زيه اصلا. زي الناس مش التانية. هتعرف. مش تاخد فاهم بالك، قصدي؟ مش انت تاخد بتاخد بالك. بالك من الوحش. عايز اقول لك بالظبط. احنا عندنا حالات كتير مطلعينها زيك كده، محدش يعرف اصلا ازاي. very nice. ايوه. مم. خليني اضحكك، يعني من حوالي اسبوع كده. انا مش عايز اضحك على الحاجات لا دي. لا هذا لا، هو موقف لطيف ماشي. يعني. انا اتفاجئت بيه. بيشنت كان عندنا، عملنا له عمليه اصلاح، كان عامل زراعه وكنا بنصلح له، وزرعنا له، قال عايز ازرع بدون حلاقه وبتاع. صلحنا وزرعنا بدون حلاقه، وزرعنا بلام دي اتش اي وكده. فالمهم بعد العمليه بدردش معاه، بقول له صحيح ما توريني صورك كده اللي كانت قبل. هو طبعا الصلع عنده زاد بعد ما زرع، يعني العمليه فيها مشكله، دي زاد. اتصلحت. والصلع ما هو كانش الباترن بتاعه استقر، ما هي ده اللي انا عايز اقوله لك. اه. ما كانش الصلع استقر، اوكي. فاللي راح له زرع له. فالعمليه اللي اتزرع، الجزء اللي اتزرع مش مظبوط، تشوه. وجالي بعد سنتين من تشوه الزراعه. بسبب، مش تشوه، مش مش الزراعه محتاجه تشوه، شويه تظبيطات في الهير لاين وما عشان يكون كانش طبيعي اكتر. الديسيجن صح انه يزرع في الديسيجن كان غلط. اه انا لسه القرار جاي، كان ما انا جاي لك في غلط. موضوع ان القرار كان غلط. هضحكك بقى في دي. اوكي. ف... فانا يعني ظبطنا له الهير لاين، والجزء اللي سحب من بعد الزراعه اتزرع وكثفناه. فانا بديله الخطه العلاجيه، بقول له صحيح ما توريني صورك كده قبل خالص بقى ما تعمل العمليه، فوريها لي. قلت له انت تعرف، انت لو كنت جيت لي من 3 سنين انا كنت اقول لك ما تزرعش شعر واستنى 3 ل4 سنين. قال لي يا دكتور ما انا جيت لك وانت ما رضيتش تزرع لي.
والله ده حصل. قال لي طب ما انا جيت لك على فكره وانت ما قلت لي تسمعش لا. الكلام. قلت له ما هو كان الصح انك تستنى. انا ايوه زرعت لك دلوقتي لان العمليه فيها مشكله لازم هتتصلح، والصلع عندك بدأ يزيد، اوكي. فكنت استنى. قال لي خير بقى. قلت له القرار كان صح من الاول، انت اللي هو كان عنده الرغبه ان هو انا لازم هزرع. حتى ما وقع مع حد عشان كده ما بقول لك لازم ما سماش الناس عليه قبل ما يعني. تعمل القصة دي طب تذاكر، يعني تذاكر ومش وتاخد رأي واثنين وثلاثة. ثلاثة ايوه تسأل ما هو معنى واحد كويس. قال لك لا، ما تشوف لا ليه. ما هو ما مم. فيش حد يكره انه يشتغل، فاهم قصدي؟ يعني اوكي. هل انا بطفشه؟ ما انا عايز اشتغل، بس ناخد قرار صح. طب عايز اتكلم معاكم كده في حاجة. تمام. آه يعني انا فاكر قصة زراعة الشعر دي، طبعا الموضوع ده ممكن من 10 سنين او 7 سنين 8 سنين، كان شيء مش موجود، او ما كان انت موجود تقول بس مش حاجة قديمة. بالاحترافية بتاعت مش دلوقتي. مش بالاحترافية، او تقريبا ما كانش ناس بتعمله، يعني كان صعب او مش متوفر مثلا. في مصر فعلا. فانا افتكر تقريبا اول حاجة سمعتها تركيا. امم مظبوط. ايه اللي بيحصل؟ انا رايح تركيا ازرع. مظبوط. والموضوع كمان بقى في تركيا اللي هو سياحة. ايوه م-م. سياحة وبيجيب لهم سياحة. طبعا. السؤال طبعا. بقى هنا ايه؟ هل مصر وصلت للليفل بتاع ان احنا مش عايز اقول صناعة بس لا اندستري. لا هي اندستري فعلا. اندستري، طبعا ماشي، هي اندستري. الصناعة دي في مصر بقت بتجيب سياحة؟ بتبدأ، هي بدأت هي لسه بدأت، وعايز اقول لك العشر بدأت سنين الجايين بتوع مصر. احنا اللي كامينج اب اوكي، وكامينج بيجي لكم مثلا ناس اتراكشنز. من الخليج، ناس من نيم ات امريكا، نيم ات وعند ناس كله، اي دولة ممكن تتخيل. من اي دولة. استراليا، تشاينا، اي دولة اي انديا، دولة ممكن تتخيل. بنجلاديش، افريقيا. العشر سنين الجايين مصر. نيم ات. حاجة يعني عايز اقول للسياحة لك تحفة يعني. حاجه، الدنيا في تركيا دلوقتي بتقع. عايز اقول لك عندنا في حاجه مصر ان بتقع. احنا دلوقتي بدأ الاتراك يجوا مصر مش فعلا. يزرعوا المراكز. جايين يفتحوا عيادات في مصر. جايين عارف اللي بيغير الوش شايفين ان يغير الماركت الوش. المصري بيطلع، هم عايزين جزء من الباي مم. من التورته. طب انتوا في يعني في برامج مثلا بتعملوها او حاجة؟ احنا طبعا عندنا طبعا برامج سياحة علاجية طبعا. عندنا بتعملوا؟ طبعا هوستنج في من اول المطار، طب ده بالتسكين جامد، بكل ده حاجة ما هي بتاعنا. دي بقى، هي دي طبعا. اصلا تظبيط السياحة. طبعا احنا عندنا حلو يعني في جدا. مصر امكانيات ضخمه، من بقى اثار، بحر، نهر مفيش نيل، زي احنا مصر. الاولى مفيش بالسياحة زي العلاجية مصر، مفيش على زي فكرة. مصر. اكل بص بقى. الدكاترة شطار، البلد كويسة، اه اه. السياحة كويسة. ايه المانع ان احنا نبقى في التوب؟ مفيش مانع، بالظبط. بس الموضوع محتاج وقت. واحنا يعني انا ودكتور فوزي وتركي كلينيك بنسعى جادين جدا ان احنا السياحه العلاجيه نبقى شطار فيها. احنا كنا عملنا كامبين فترة اللي هي بتاعت تراي ايجيبت دي، تراي ايجيبت كانت يس. كامبين ونجحت. لا كانت. الكامبين ده كان على ايه مثلا؟ يعني على السوشيال ميديا كان ولا؟ للفورينرز على كنا السوشيال ميديا. بنادرس الفورينرز اه ان انت تراي ايجيبت تراي ايجيبت. اوكي. من الناحيه الطبيه ومن الناحيه السياحيه. يعني احلى حاجه في مصر. كمان السعر. بالظبط انا كنت لسه هقول لك احلى حاجه في مصر: high grade medical service, اه. best touristic sites for free يعتبر، او اوكي. for less. ايوه ايوه، تشالنجينج اقل. برايسز. ايوه. فاحنا طبعا كده. وبعدين ده من الحاجات اللي بحبها في شغلي، ان بحس ان هو في نوع من انواع الحاجه المصري كمان. يعني هو بيزنس وانا بكسب منه كده، بس بحس اللي هو لازم البلد بتستفيد. ناخد مصر كده ونطلع بيها قدام زي تركيا، واحسن احنا يعني مش اقل في حاجه. طب دكتور فوزي، ده اخر سؤال. قول لي معاك. سؤال موجه ليك. مم. عملتوا عملية لحد، ماشي. والعملية دي انت شايف ان هي تمام تمام. مظبوطة 100%. اه ايه الحاجة اللي ممكن المريض يعملها تخليها تفشل؟ من دي 1 لو ما التزمش على التعليمات بتاعة الغسيل والكلام ده في الأول، والراحة السريرية اللي أنا اتكلمت عليها أول 72 ساعة، دي أول حاجة. مم. حصل أي مشكلة، يعني في عيانين ممكن يوم العملية وهو مروح يقول لي أصل أنا اتخبطت في سقف العربية، خد مطب ولا أو حاجة، أو هو بيركب العربية بتاعته اتخبط. تحصل. احنا خبط. ياما كتير بيطلع لنا جدا عيانين كتير تاني جدا ده بسرعه. كده. كتير جدا. ما هو أنت لازم تخلي بالك. بص الجراح مسؤول، بس وانس العملية خلصت
البيشنت مسؤول. اكيد طبعا. هو احنا الاثنين مشتركين. بص انا مريض زراعه شعر او عمليه تجميل بصفه عامه، وده هنا دوره اصلا وقته بقى. لا احنا عقد ما بيننا احنا الاثنين، اه احنا الاثنين مسؤولين. مم. كل واحد يعمل دوره على افضل وجه. مم. تلتزم بعلاجك، تلتزم بتعليمات الدكتور، تلتزم بالراحه السريريه، تلتزم بالاجازه بتاعتك. بعد ما فتره الراحه تخلص تلتزم بالعلاج بتاعك. مم. اوكي. ما تقولش أنا مش هاخد كيماويات بقى زي ما بيقولوا والكلام ده. لا مم. الدكتور طالما عارف ان الدواء ده يلزمك وهيفرق معاك انت لازم هتاخده. مم. ماشي. طب اسال دكتور برعي برضو سؤال اتفضل. عشان ماشي. مش عايزه لا يا يتضايق. باشا اخر براحتك، انا سؤال مش متضايق، انا وفوزي واحد عشان يعني. عشان انت اخر سؤال برضو كان عندك. قول لي اكلات ممكن، او فيتامين زي الحديد اكيد الناس عارفه، بس ممكن تقول لي اكلات مثلا ممكن الواحد ياكلها في سن صغير تخلي شعره ما يقعش، ولا الكلام ده مش؟ هو لو صلع راسي نو. هيقع. بس هو الشعر، انا ممكن اقول لك الشعر بيحب ايه. الشعر يحب الحديد، يحب الكبر، يحب النحاس، يحب الزنك. يحب بقى البايوتين اللي هو فيتامين بي 5 بي بي 6. فيتامين دي يبقى عالي. اوكي. قلت الزنك. سيلينيوم، في حاجات تانية غير سيلينيوم. elements شوية. بس دي الاليمنتس الكبيرة بتلاقيها كتير في الورقيات، السبانخ. اوكي. السبانخ، الفجل. امم. لحوم. اي حاجة بقى بتعلي الحديد والكلام ده كله. اوكي. بتساعد الشعر جدا ان هو يبقى هيلثي. الميلانين فيه صبغة عالية، تحسه فايبرنت كده، في لمعة وفي لاستر عالي قوي. الجانك فود طبعا والحاجات دي اكتر حاجات بتأثر على الشعر. طبعا كله جانك بقى. فود والفاست فود وكل ده والشوجر. سكر كتير طبعا. كل ده طبعا باد افكت على الشعر. ماشي. آرائكم آراء محترمة، واديتونا معلومات النهاردة تسلم يا بصراحة جو. جامدة جدا. الله أنا يخليك. شخصيا حتى يعني انبسطت باللقاء ده، والكلام عن موضوع بالنسبة لي غريب جدا مم. بس شيق، يعني شيق. وأكيد في ناس هتبقى عايزة تتفرج على الموضوع ده عشان interested في القصة دي، أو عايزين يزرعوا، أو عايزين يتثقفوا حتى، أو يعرفوا ايوه الموضوع ده زي إيه. مم. فلا، الحلقة أنا مبسوط بيها، احنا وانتوا اكتر والله يا جو بجد. شرفتوني جدا جود جدا انترفيور، جدا. ويعني بجد بجد مبسوط معاك اتبسطنا النهارده قوي، بجد. حبيبي. ان احنا حبيبي عرفناك يا طبعا جو. وتعرفنا عليك. وانا اكتر والله. مبسوط جدا جدا وانا جدا. اكتر، ويعني جود لك. وانا يعني مش بقول كده والله عشان حاجة، بس الحلقة دي انا يعني هم معايا، مفيش يعني مفيش دعاية، مفيش فلوس مدفوعة، لا انا اللي عايز اقعد معاهم وانا اللي عايز اتكلم معاهم. حبيبي. فمش احنا بقول كده بجد عشان حاجة مبسوطين والله، بالكلام بس معاك النهارده. انا حاسس يعني احساسي من كلامهم وطريقتهم ان هم دكاترة محترمة. حتى يعني في حتة كده قالوها، يعني انت مش من اول ما بتروح تقول له انا عايز ازرع فيقول لك ازرع، لا ده هو لا بيعمل لك يعني كشف وبيشوفك انت ممكن ما تزرعش اصلا. مم. فدي برضو مش ما اعتقدش ان اي حد هيقول لي الموضوع ده، فانا قفشتكم في الحتة دي ان انتوا لا كويسين. انا بتضايق اصلا لو حد قال لي انا عايز اعمل ايه، انا مش كوفي. انا اللي ماشي. هقول لك انا بعمل شرفتونا ايه. ونورتونا، وجود لك ان شاء حبيبي الله يا جو حبيبي. شكرا يعني بجد. في كل حاجة هتعملوها مع حبيبي اي حد شكرا بقى الفترة شكرا الجاية. تسلم الله تسلم شكرا. شكرا.